إذا فهي ليلة عامرة وأمسية ستظل عالقة بالأذهان لفترات ولأعوام طوال. لا يسعنا في البداية إلا أن نرحب بكل السادة الحضور، خصوصا السادة الذين يشرفوننا للمرة الأولى: الشاعر حسن محمد إبراهيم من كفر شكر. حضرتك عشان يعرفوا بس المرة الشاعر أيمن وهدان مدرس. أستاذ أيمن أهلا بيك في مصطفى، أهلا بيك في قلوبنا. الشاعرة أمل عمران أهلا بيكي. لازم تقول أنت أمل عمران لأن أنت السيدة الرحيلة يعني، ده جوار الأخت الفاضلة يعني من الصالون. القاط إبراهيم الدسوقي أهلا بكم جميعا. كما نشرف بأهل مصطفى برضو، لو أنهم أصحاب البيت يعني، بس بقى لازم نشرف يعني نرحب بيهم ونعرفهم برضو، نعرف الإخوة الضيوف بيهم. أستاذ مجدي عبد الله أهلا بيك. أستاذ سعد الشيخ اللي متداري في الباب. أستاذ جمال الوهيد الفنان التشكيلي، وهو له باع طويل في إصدارات الصالون، فهو الذي يقوم بتصميم معظم الأغلفة للسلسلة الصادرة عن هذا الصالون. ثم عبد الشكور درار الدجال الكبير. ولا يمكن أن ننسى طبعا طارق عمران مدير الموقع الثقافي. لازم نرحب بيه طبعا الشاعر الكبير عضو مجلس إدارة الصالون، وهو مدير تحرير السلسلة الصادرة عن هذا الصالون. وفي النهاية طبعا معنا نسبة كتاب التعريف الأستاذ سامي فرحان، رئيس نادي الأدب المركزي بمحافظة الفيومية، الأديب والقاص والصحفي وصاحب العطاءات المتعددة. إذا فنحن عبد المجيد. لا أنت لازم تورينا بقى الحاج الحاج عبد المجيد عنتر، الشاعر من أهم شعراء هذا البلد الطيب. نعم. أهلا بكم جميعا. كما يجوزون أن نرحب بالأخت الفاضلة زوجة الأستاذ فتحي شلبي، بطل من أبطال حرب أكتوبر، وهي حينما تزوجته أصبحت أيضا هي بطلة. أهلا بكم جميعا في مصطفى، وأهلا بكم جميعا في بيتكم المتواضع، وأهلا بكم جميعا في قلبي بشكل شخصي. شكرا. الواحد الخاص إبراهيم السمري هو رحب بيه. هو بقى ما هو اللي انت الخاص ايمن معنى بقى من الاشبال الشعراء. نسيت نقدم بقى الشعراء الواعدين من مصطفى الاستاذ طه، من شاعر واعد الحقيقه. قوم يا طه كده وري نفسك. طه ايه؟ طه الصياد، شاعر متميز. طه الحشيش برضه من الشعراء الواعدين والصاعدين بسرعه الصاروخ كما يقولون. معانا حامد بقى ابراهيم خليل، ومعانا اسلام جمال. يعني لازم الحقيقه نرحب أنا مش هقول شاعر والله، بس أنا مش هقول شاعر. أنا بس هعمل مدخل كده أنشط بيه أبطالنا الأعزاء عشان خاطر بس يستعيدوا الذاكرة البطولية. يا سيناء يا خارقة للشدو ويا شدوى الشهداء، يا نرجسة الحلم المروي من الأعماق من الأحداق، كان البدر سراجا والقلب براقا والحلم المتدفق أفواجا، عبروا في العاشر من شهر التقوى، داووا كل جراحات الجسد المضمى، غنوا تحت شغاف الموت نشيد الفتح الأخضر، فتناثر برليف أمام هدير الحق ونفس الروح، فتحت كل مغاليق الزمن المسبوح، رسمت كل خطوط المجد وباحت كل شطوط الدنيا،
وتهاوت أوهام الأيدي الطولى والقدم اليسرى. يا كل نسور الشمس صدقتم عبد الله فآلت لكم البشرى. مع بعض من نسور الشمس الذين حققوا المعجزة ومسحوا عار الهزيمة مع أبطال حرب أكتوبر. ولنبدأ أستاذنا بطلنا الأسمى الأستاذ عبد الجواد محمد مسعد يختار لنا يعني أنا يعني نفسي تختار موقف معين وتكلمنا عنه من اختيارك انت. احنا سمعناك كثيرا في التلفزيون، قناة البدر لمدة ساعتين لمدة اسبوعين، وفي الاذاعات وقريب مش عارف كان بتاعت زي الكبار. الحقيقة يعني أنا نفسي متشبع منك وحافظك ونفسي أسمع كل يوم وأسمع كل سنة. عاوز موقف واحد تحس إن أنت عاوز تقوله لهذا الجمع الكثير الذي 90% منهم يسمعوك ويروك ماذا تقدم لهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب العزة في التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا في الرجال وكان وعدا مفعولا. صدق الله العظيم. إخواتي وأبنائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيدين. عندنا عيدين: عيد الفطر المبارك وعيد أعياد مصر أكتوبر المجيد. الحقيقة الأستاذ رفعت يعني بصراحة قلب عليها مواجع. قلبها فعلا كانت مقصودة، كانت هتندفنا وهتندفنا. ما يوجعك يساعدنا. طبعا أهلا في مواجهة. هم موقفين أثروا فيا جامد، 3 مواقف أثروا فيا كثير جامد جدا، تأثير جامد جدا، وكل موقف يختلف عن تاني. الكلام الأخ الفاضل الحبيب العزيز الأستاذ منصور شاهين لأنه بيسمعني لأول مرة. الموقف اللي خلاني حسيت إن أنا مش من ذرية آدم إطلاقا، أو إحنا مخلوقات أخرى غير ذرية آدم خالص، حينما رأيت الدبابات الإسرائيلية وإحنا مسؤولين سنة 67. أنا كانت والدتي موجودة في سينا حتة اسمها بيت مدى ونرب العريش، والتوجه عن إسماعيلية ب 180 كيلو. فجانا أمر الاستحام. مش هتكلم عن 65 اللي مش قصتنا ومش مش عاوزها. أنا عاوز أنتهى، مش عارف أنتهى، بس أنتهى. هو إحنا منسحبين. الموقف اللي خلاني يعني قلت إحنا مش ولاد آدم، إحنا لنا أب غير آدم خاص. إنما رأيت الجنود الكفرة أو أقول عصابات يعني الجندية بشرف ورجولة وكرامة الجندية. العصابات دول مشوا زماننا كانوا بيحطوا بال100 أو ال200 على الأجسام الحضرة وعدوا عنهم بدابة. الدبابة دي انتوا لها 60 طن بتعدي على الطرف كده، دي نزل في الأجسام، نزل بعد جواب نزل في الأجسام. فكان يعني موقف خلاني كفرت بالأدمية نفسها. بتقول كان في نفسي لا احنا وهم لينا أرض غير آدم، لا احنا مغرب كده خلاص. نكون دولاد آدم يعملوا بعض كده على حته أرض بقى واحد، يعني يشيل يصدقوا بعض. الأرض كده تشيلها صاحب واحد بس، الله سبحانه وتعالى. واحنا ده بعض على حته رأس شديا، يعني خلتني وكويس أفقد الدنيا تحت الجبل خلاص. ده الموقف الأول. لكن حطيته في نفسي وابتزمته في نفسي ورجعت للقرآن الكريم. رجعت لقوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تعتدي عليكم فاعتدوا عليكم بمثل ما اعتدى عليكم. قلت خلاص لو كنت اطبق كلام ربنا معاهم، اذا نجيت بحياتي وعشت، اذا عشت
ونجد حياتي سوف اطبق كلام ربنا معاك مش من عندي بقى، والموت يبقى مش احسن من اللي فات. فعدينا انتحبنا وعدينا عند الاسماعيليه، مشينا 180 كيلو 6 ليالي. وده الموقف الاولاني. الموقف الثاني وهو لما ضربت اول دبابه. الموقف عصيب جدا، هزيمه قاسمه منقره. يعني احنا كرجاله لما كان حد نمشي كده وحد مادي يشوفنا كنا بناخد كلام ما تسمعوش الودن ابدا. يجي كلام ما يتقبلش عليهم خالص. يعني انتوا معانا، انتوا رجاله يعني، انتوا رجاله راحت منكم، انتوا رجاله يعني كان كلام صعب جدا بيتقال لنا. فبإذن ضرب يندس زمايلي عليهم كتابات جبل 62 وكان مناظر مرعبه جدا. إلا ضرب لما ضربت أول دبابة، وكان بعد الهزيمة ب20 يوم بالتحديد. حرب 5 يونيو، بعد يوم 5 يونيو انتهت يوم 10، تعدهم يوم 8. من يوم 10 ليوم 30 يونيو ادي 20 يوم. فجر 1 يوليو بقى، فجر 1 يوليو 67 احتلوا سيناء، خدوها. انا بقول خدوها، او احنا بمعنى صح اديناها، ما حاربناش، ما دخلناش حرب، خدوها، اديناها لهم كده، خدوها طبعا من بتاعهم، خدوها. لما احتلوا سيناء كلها يا استاذ منصور، سيناء واسعه كبيره جدا، وكلكم عارفين مساحتها، مساحه سيناء كبيره جدا، تمثل 6% من مساحه مصر، وهي تحديدا 61,000 كيلو متر، قد فلسطين مرتين ونص. شوف مساحتها قد ايه بقى؟ راحت في شربة ميه، يقول مثلا كده زي الحلم، راحت فيه. فهم عشان يسيطروا عليها كبيره جدا. فليله يوم 30 يونيو وزعت قواتهم بقى في الانطره الشرق، في العريش، في نخل، في الحسنه، في عند ابو زنيق، عن الشرق كده، واسعه جدا. فضلت مدينه صغيره لم تحتل، ما احتلوهاش، ما خدوهاش لسه. بعد 20 يوم كده والله. اللي راح بورسعيد يعرفوا، لما تعدي القناه بورسعيد الضفه الشرق الناحيه الثانيه تبقى اسمها بطوال. بينها وبين بورسعيد 200 متر وهداها. القناه وسعت، فالوقت بقى عرضه عدى 400 متر. فهم كده عشان ياخدوا المدينه دي بعد 20 يوم بقى من الهزيمه. هذا الموقف الثاني اللي كان عندي، يعني مش حتى اوصفه زي ما يقول دي كانت اول عمليه عسكريه بعد اول مواجهه بيننا وبينهم، اول مواجهه بيننا وبينهم، وعرفت بقى ان احنا نلاقيهم سينا ما كانوش دي. ومقارنه القوه اللي كانت جايه بينا احنا لا تقارن اطلاقا، ما فيش مقارنه اطلاقا. فهم جايين ده، انا وحدتي جت من سينا والصحبه والكل بقى فيها، خلي بالكم شوف ماشيين 180 كيلو من غير اكل وميه، والجيش كله حصل فيه خسائر ما عدا اسلحه معدوده زي القوات البحريه والصحبه عشان خسائر. يعني احنا كنا جوه 40 فرد الصحبه جوه في سينا في عز الزمن ما حصلش فيها خسائر لاسباب فعلا ان قصر الزريب بتاع الصحبه كان الانسحاب والرجوع ده بالنسبه لنا يعني ما كانش صعب على غير زميلنا بقى بتوع المدفعيه والمبارعات دوكم تقال زي ساعتهم، ما كانوش طريق قصد هنا. فاحنا واحنا جايين ال6 ليالي دول عشنا على الطبيعه. يعني ايه الطبيعه؟ بناكل كل حاجه معاها تراب، دي تاكلها على الجواز، اكلها يعني الجلده دي، لكن التراب مش هياكلها، مش هيمشي التراب والحيط والطوب، لكن الشباب ده تاكل على الجواز، تاكل دي اكلها، كل حاجه بتاكل معاها تراب. فاحنا عشنا على الطبيعه. احنا عاوزين القصر اللي شفناها واحنا مسافرين، يعني لما كنا ماشيين كده زمان دول ازاي؟ طريق جاي من عند من هي الحاجه دي كلها اسمها بنت ماذا، معلش احكيها بالتفصيل. احنا جايين ماشيين من بنت ماذا هي جايه جد على اسمها حته بين اللحسن فالحسنه، فبين الجفجافه فالجفجافه فالطاقه فالاسماعيليه، مقطوره في دي الموقع هنا الحاجه دي.
زمايلنا بتوع المدفعيه والمشاه والدبات اسئلتهم دقيقه، هم اسئله اسئلتهم يعني هم ناس اطفال كمان. تلاقي الواحد كده ضخم جدا ما بيجيش كلهم رياضه، بالعكس رياضه. اما تقعد صح تقول عليه ده التعالف، طول ما بنجري ونمشي بال 100 كيلو وال 50 كيلو تلاقينا كده عليه التعالف خوف جدا كده. فالناس دي مشيت وده وسط فينا. الطريق الاوسط ده وسط فينا، لو فعل ده وسط فينا وصعب الضغط. فهو واحد هيسيب الطريق اسفل ويمشي في الرمله، مشينا على اسفل، فكان صيد سهل جدا للطيران الاسرائيلي والمضاربات. فناس نصها مات بفعل العدو والنص الثاني مات من لتر ميه ولا مفيش ميه ولا النص الثاني. ومش عاوز الرقم عشان ما تزعلوش، مش عاوز الرقم اللي انا شفته يعني ما اكتبه انا مش لازم. يعني يا استاذ محمد احنا زعلنا مساله قاسيه جدا جدا. الرقم من تقديرك انت الرقم يعادل 30000 يعادل 30000 احنا سمعنا الرقم الاعلام قالوا يعادل 30000. طب حاجات في مين والسنين؟ انت حاجات في مين من دول والسنين؟ الادميه ماتت خلاص ما عادش ادميه. يعدي 30000 بمراحل جدا. فالناس دي مشيت عطينا اسفلت فاصطادوا الطيران واللي موتوه هم بالدبات واللي مات عشان مش ميه. 5 يونيو الولعه اللي حبت بالي كده وحياه الانسان. احنا عشان بتوع صحه وتدريب ضغط جدا سيبنا الشارع ده ومشينا بعيد عنه ب 2 كيلو على الرمل. احنا عارفين ده هدف خطير جدا يعني. فمشينا بعيد او ساكنه معانا ضربات في الميدان. نبص كده ونشوف العربيات اللي كتيره زي ما كنت انا بقى شفت ده شوف الجبات وانا عاوز اذاكره زي ما كنت قدامي ده شفتها يعني يقولوا ده يطلع يعني لو اكيد نظاره احسبه قدامي هنا يبقى مش هتذاكره نظاره مكبره. فماشيين احنا في الرمله دي كده وماشيين الصح لها تقليد في عملياتها لان احنا مش جيش نظامي مش فلوس بقى دبابات وعربيات لا هم تعرفهم رجال حرب عصابات. افهمها بقى ايه عصابه نخش عربيات 6 5 10 15 لكن مش ميات بقى وعربيات وشيء دبابات مش في شغلنا. رجال حرب العصابات الصعبه دي. هو احنا ماشيين في حاجه اسمها قطار ميداني بين الفرق النهار لو النهار علينا بين الفرق 50 و 100 متر عشان ما نظهرش بالليل نضرب الفواصل عشان نطلع نضرب بعض الماشيين. فكل نمشي نلاقي الجمال احنا كلنا طبعا فلاحين الجمال مبعره البعض عامل زي الليمون وناشف بقى اللي بقاله سنه وبقاله سنتين من البعض بقى. اقسم بالله العظيم ولا تريد الشركه كده تاكل فيها اجمل واطعم من الهريسه. شو نزول حسبنا بقى ميه 6 ايام على هذا الوضع احنا وصلنا وعدينا البر الثاني. حصل منظمه الزبائن دي شفتها في عنايه كذا مره وعدينا اسماعيليه في حاله انهيار في الناس كلها مكسوره. احنا شكلنا كده يعني كنت حاسس ان مش واقف بقيت ماشي اقول للبنت احسن ما يبقى عندي جوه لو بنت مش هتبقى داخله كده يعني كان حاجه مؤذيه. عندنا اسماعيليه في حته اسمها البلاغ جابوا لنا شويه شوربه عدس كل حساب من شوربه عدس كده يعني كانت رحنا ولينا طلعت ميه راح ابو سعيد شربنا منها الراجل رحنا يعني وبيتنا ليله وقالوا يلا على ابو سعيد. من ابو سعيد في شوارع عسكريه الاثنين فمشينا 80 كيلو تاني بعد راح يوم بليله. مشينا ابو سعيد وصلنا هناك الحاله النفسيه مش صفر تحت الصفر وقعدنا في مبنى كبير هناك دار المعلمات تابع للتربيه والتعليم وقعدنا فيه ليله بقى ميه ويعني عيشه حسن شويه. يوم 30 يونيو الموقف الصعب الثاني اللي بيذكرني فيه الاستاذ رفعت اتفضل بقى انه يا حاج وبس من حاجتين قابلته وهو لقيط دي قصه ثانيه. فلما جه شفته بعد حوالي 10 سنين لابس بنطلون قميص كده فانا عرفت قلت له سيادتك انا عارفك. هو يجي قابل القائد كثيره بتاعتنا واتكلموا وانا كنت رايح فانا اقول انا عارف سيادتك مش سيادتك سياده النقيب محمد فتح الفضل. قال لي ايوه بس الراجل اسمه قدر.
انا المقدم محمد عطاف ضابط مخابرات. القصص لما كنت لسه بقول لكم عليها بعد الامتحان. يجي ادى جاب المعلومه قيمه جدا. قال العدو هيتحرك الليله دي ليه 1/7 كانوا سينا بقى في الانطره اهو هيتحركوا من الانطره شرق على شرق قناه السويس كده 40 كيلو في اتجاه بول فؤاد عشان يحتلوها فجر واحد كل بكره. وانتوا بمهمتكم هتدافعوا عن مدينه شمس الصبح ما تضيعش منهم ما تاخدهاش الصحيح. ولاد خارقة. هذا حامد وجاب لنا المعلومات القيمة جدا. وقال ان القوة اللي جاية انا عاوز اقول شهادة لوجه الله والتاريخ. انا بعتبر رجال المخابرات هم الابطال رقم 1 في الحروب. بيجيب كبد العدو الدهولة كبدته هو اللي خد كله خد قطعها بالسكينة. هم الجنود المجهولة حاجة منهم حاجة خالص. للأسف تعدي عرفهم ولا واحد عارف انهم غزوات للمهمات السرية. الموت ما يعرفوش. هم الابطال العظماء رجال المخابرات. يجيب كيف العدو فافضل اقطع بالسكين اقطع زي ما انت عاوز. فالفضل الله سبحانه وتعالى شوف الناس بيجيب معرفه المهمه والسريه جدا. هذا العدو هيتحرك الساعه 12 بالليل من الانطره شرق من الانطره شرق القناه لان في انطره غرب وفي انطره شرق. هيتحرك على الشرق كده في اتجاه بول فؤاد بقوه 15 دبابه. القوة دي ال 15 دبابة دي قوامها 120 جندي مظبط طبعا عشان كده. بيتحركوا 16 بالليل ليه؟ عشان يخشوا في توقيت القاتل اللي هو بتاع 4/5 اللي هو واحد يقدر تعمل كده مهما يشرب قهوة ويقول ياخد مدرات تلاقيه البغل اللي تحتل وهو حتى مرهق مش صح حتى كمان فبيخش يحتل في توقيت القاتل ده يساعده في الشغل. فمهم سيادتك بتكلم القائد مهمته تطلع قوه من هنا عشان تدافع عن نفسك. راح القائد مطلع قوه 60 فرد. كان لي الشرف العظيم ان اكون من ضمن الرجال. عدينا بس معنويات تبع الصفر خلي بالك معنويات تبع الصفر مش اطلاق ولا المصيبه. خدونا وعدينا المعديه بتاعت بول فؤاد بين البركات المغرب. معنا 4 ضباط وضعوا الخطه واحنا موقفين وياهم على الارض على الرمله كده ويخطط بعصايه كده ويعمل كده على الكوش من هنا على القابل كده فلان هنا فلان كده زي السيجه بالظبط كده زي شطرنج. القاده دول حطوا الخطه وقالوا هنقابلهم بالسيف وما جايين. لما جايين كده مش هنستناهم لا دخلنا عليهم هنا ساعه كل ما يقرب على المدينه يستعد وياخد ياخد اكتر. لكن لما قابلوا تفاجئوا في السكه. فاتحركنا بعد الشمس ما غابت مشينا على الشرط القناه. قعدنا ماشيين حوالي ساعتين قالوا بس هنا. لما نمشي ساعتين بتعدي حوالي 10 كيلو لان احنا بنمشي واحنا ماشيين الواحد لو مشي كده مشوار بيلاقي يمشي الساعه 5 كيلو. قالوا بس هنا قعدنا هنا. العدو القناه على الشاطئ الشرقي دي بدأ سكه ماشيه بالامطار على فؤاد. يبقى القناه هتسيب السكه دي على الشاطئ ونخش في العمق جوه 50 متر بس. يبقى هيبقى الطريق هو بيننا وبين هم في الوسط. هم بين القناه وبيننا في الوسط وسطنا يعدوا كده. قناه الطريق احنا كده. وواحد بتوزع المجاميع كل مجموعه ده فترات. المعلومه جايه بتقول ان هم ماشيين حاجه اسمها اختصار ميداني بين الدبابه والدبابه من 100 متر ل 150 متر. اسمه اختصار ميداني. يبقى احنا هنعمل برضه كمائنا من 150 متر كده مع الطريق كده. كده فوحوطه كده. قالوا هنا. فهو التوزيع بنتوزع فانا كنت في الاول واحد هتيجي مكان انا وزميلي 3 هنا اول 3 كده وتمشي لغايه العمق كنت داخل في جنب الفؤاد. احنا الثلاثه زمايلي كنت يعني اقدم واحد فيهم حتى مدرب المجموعه دي 3 هنا كنت اقدم واحد فيهم. حفظنا حفره بدنيه مش هناخد سهله هنا
بحيث نرتكز لما نقعد فيها تبقى الدخله باينه. يعني عمقها حوالي 60 سم 70 سم، دماغك تبقى ظهر راس. قعدنا فيها وقعدنا فيها، قلت لهم نصلي العشاء الاول والمغرب، نصلي المغرب والعشاء الاول عشان يمكن نقابل ربنا يبقى جاهزين. صلينا المغرب والعشاء مع بعض، وبدانا نعمل حاجه اسمها الاخفاء والتمويل. ان انت ساعتها كنت ماشي تدوس فوق منها فوق من هنا ما شفناش، تدوس فوق الحته اللي كانت افضل ما تشوفهمش. الاخفاء والتمويل عشان ده بقى جاي ده موت، يا تكون ولا تكون. الشريط الذكريات رجع بقى لل 20 يوم اللي فاتوا بقى، والدفات والدوزانين ده واللي شفناه والحاجات دي يعني الشيء. كلنا بالمجموعه بالكامل ما فيش واحد يفكر يمشي من هذا المكان، يفكر يمشي دي ممنوع عليه، ما حدش يفكر. انا قعدت اعرف ايتين يا استاذ منصور، اذا كنت في رخاء خليك مع الله، في شده خليك مع الله، خليك معاه باستمرار عشان يكون معاك موجود باستمرار. تعدوا يا رب يقول لك انا معاك اهو، عاوز ايه؟ عاوز كذا، حاضر. انا ليه ساعتها صدقوني بلادي في الحال، بلادي في الحال والله. بس تكون معاه باستمرار وانت مبسوط ومعاك كده معاك فلوس وانت معاكش جنيه، خليك معاه برضه. الحمد لله الحمد لله حفوظ على كده، على الحفوظ خليك مع ربنا. فقعدت اعرف ايتين استغاثه، بستغيث بربنا، استغاثه. بسم الله الرحمن الرحيم، واجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فافشلوا ونصور. يا رب طلب الاول منك ما يشوفونيش، ادي اول طلب. بسم الله الرحمن الرحيم، والايه دي نزعت النبي في بدر بعد البدر. بسم الله الرحمن الرحيم، وما رميت اذ رميت ولكن رمى. يا محمد ربنا بيقول له كده، ايه خد اسباب اللي كده، انت من السيف والشعر ده. وما رميت يا محمد انت ما رميتش ولكن رمى. فدي ايه استغاثه والدموع نازله. العالم يقول علينا ايه؟ مفيش رجاله، يا دي الوقصه يا دي النكبه. ابويا يقول ايه؟ ابويا يقول عليا ايه؟ انا بقيت خايف على ابويا. ابويا راجل فلاح وعرباوي مش شرقيه، خايف اوريله وشي. انا خايف ابويا يكتب وشي والولد يرجع تاني، والخايف عندي خايف هو زرع من ابويا لو شافني صح. ابويا ما شافش ابويا. الكل جاي ماشي وكلنا بيدعي بواحد بطريقته. الساعة 3 إلا كده جاء الكل ماشي. الغرور، الانتصار للبلاش، حاجة كده خدوها ببلاش من غير ما يدفعوا ثمنها، والغرور راكبهم بقى. من غرورهم منورين نور الدبابات. وده ممنوع قطعيا في الميدان ان العدو انت ولا هو نور له. كله هو طافي. اهو الغرور اهو، غرور ماسك استقرار. هو شيء محركات ده جايه المواتير دفشه كده اول واحنا بنتناقش وموقف قضيه. انا بسيب ايه؟ مقطع صغير بحط على كيك اسمه ار بي جي. لسه الصواريخ بتاعت حركته ما جاش ولا اسمها نعمل صواريخ ار بي جي، المدافع اسمها ار بي جي صغيره كده بتحط على كيك. ايه اللي معايا كله 3 سنوات مش غيره 3. يعني الضيع يوم اسود، اللي تضيع منك في الاول كده يوم مش معدي غاليه وما عملش لها كساير وموت كمان. يعني هي غاليه وما صرتش فيها العدو، ويعني هيبقى موقف صعب جدا. فواحد في تنفع حدوده الابجي واثنين على ظهري بحاجه اسمها الجول زي المكنه كده فوق ظهري ومجهزهم بحيث ان الساعه دي ما تطلع اسحب دي كده واحطها فوق المكنه جاهزين للطلقه. ماشي كده ماشي وعدى الفول. انا وزميلتي ده ابجي على كتفي وزميلي معاه مقطع الشاش والثاني معاه بالبيئات. ده الفول ماشي اذن الضرب مع القائد. هو هناك اخر واحد حطينا 4 الغام زي حفل الغام كده في السكه والتعليمات دول حينما انفجار اول لغم في الدبابه يزنهم بالضرب. وهي بتشجع عليها برضه ده ابجي برضه. من كنت عادي من بعيد عن الإرادة على الغام، من كنت عادي ممكن يمشي بعيد عنهم بالصدفة.
يروح ضرب هو بالار بي جي بس. يعني مفيش حاجه من سبب الظروف ان ما عداش على دول جهزوا تاني. فربنا كرمنا اول كل واحد ايده على سلاحه. سمعت الفضول على بعد يجي كيلو مني على يميني بقى كده يجيبه. ساعة الانفجار ما طلع اذا انا بالضبط. اذا دخلت اول تتابع اول مضاعف فيها دخول. فراحت واقفه قصاد مني واحد على بعد 50 متر. لو ضربت منه كله كويس. المدفع اللي على كتفي مش ده الصواريخ اللي بتاعت الصوبه بتاعتي بيوجه كده ولها منظار تنشين وصاروخ وانت في الحفره. هنا بيعمل الصاروخ ده دي عده مصايب الابوجينيه عده مصايب. او احنا بالليل لما اضرب دي بيطلع ذهب وراه 12 متر بيعمل نور زي بتاع الفرع. يعني يا عدو بقى اهو اضربه. يعني بقى اقول انا اهو اول مصيبه فيه اللي ساعه فرقه مع الناس وتطلع الدهانه منه يروح عامل 12 متر لهب ولع نار ورايا. نار زي اللمبه دي بتقول له اهو اصطادوا انت بقى. بتقول لا تقول له اصطادوا اهو بيان قدام اهو. ادي اول مشكله. المشكله الثانيه ان ما كانش توفيق من عند الله مش هتصيب باي دبابه. مفيش اجهزه تنشيط حلوه. عمليه تقديريه. مفيش عمليه تقديريه وفيها توفيق. مفيش بقى اشعه حمراء ولا خضراء زي اللي كانت على اكتوبر. مفيش مش موجود لسه. فربنا كرمني عشان بحق القرآن ايه وطلبت عليه وقلت له يا رب احنا عملنا ايه؟ يا رب عباده حاجات ايه ومحمد تعملوا لي كده؟ ادانا طلعت بفضل الله. قلت له صار 150 شبح اصفر كبير. راح اطلع عدانه مش تيجي في المضاعف. هي كانت مضاعف كانت اخر حاجه المضاعف. مش تيجي فيها تيجي في ثاني البنزين تروح منفجرة تروح منفجرة. انفجار غطاها كلها الانفجار في ثانية واحدة كلها كل تقار ولا واحد اللي جواها نفسه. واحنا بنحصل خسارة بعد ساعتين لقينا محروق فيها فوق 12 واحد محروق فيها محروقين حرق جواها واحنا بنحصل خسارة بتاعتهم. دي المضرعة دي انا طبعا ضربتها وما اعرفش ايه اللي حصل فيها. هي محملها ايه؟ جنود ذخيره ما اعرفش لكن انا ضربتها. زميلي على يميني على طول البيت ضرب الدانه بتاعته في الدبابه شالت المنصوره بتاعت المدفع. الدبابه دي انا عاوز اقول لكم الدبابه واحده من 15 قوه النيران اللي عليها تعدي 60 فرد. تخيل معايا دبابه واحده من 15 كميه النيران هي قلعه حربيه متحركه قلعه عليها مدفع 105 ملم يضرب دبابات العدو اللي هو المفروض يعني يضرب بها العدو ضربات العدو يهد بها مباني يضرب احداث فتره كبيره جدا بمدفع الميلان ده ومدفع للطيران ومدفع يحصل بيه الافراد. شفت القوه اللي عليها دي؟ قوه نيران هائله على الدبابه. فالزين اللي على مين بتاع الزين اللي على مين راح ضرب الدبابه راحت الدانه جايه في مصوص المدفع شالت كانت مصوص المدفع. ايه فراح مستدير الموقف اللي بيقول عليه بعد كده الاخ اللي بيقول عليه ده رفعت راح ايه بقول عليه مستديره وارتاح وبنصفر مساحه 4 افراد يعني هروب بقى هي يعني شاف زميله ده اللي وراه الجبل وراه ولعت والبيت الدبابه معاه مولعه فهي بقى وخد والهروب للعروض الفسيله على انا ضربت ليا وجبت دي وبحطها كده الدنيا الثانيه كان جاي يجري عليا انضرب هناك في حال هروب جنزيره جاي عليه زي بالظبط واحد على بعد 7-10 متر. ثانيتين هيكون جنزيره على الطرف بتاعتنا على لانها ثروات عشوائيه فيها 3 فهيسقط فيها هيصعب عليها مش هي ضيعها يعدي مع الرجل لا هيسقط عليها بجنزيره هيحصل على الجبل تحت منه. هذا الموقف الثاني اللي خلاني يقول عليه الاستاذ رفعت فتوفيق من عند الله. السنه الثانيه معايا رحت ضربها في الدبابه والشاهد اقوى حته فيها عرفونا واحنا بنتفرج اقوى مكان فين واضعف مكان فين. اقوى مكان فيها والشاهد اللي فيه الحاض بيتقال فيه المعارف وظهرها خالص الخلف المطلوب اضعف حته فيها الظهرات. طب انا هطلع من الحفره وانزلها من ظهرها وهي على بالي على 7 متر مني ولا هطلع من الحفره مش
البرج اللي بيلف ده طوالي، راح مقلوب نطوا 4 أطوار جريوا من ناحية 4. الخلاف اللي معايا انا الاربجين تفرد الدبابات فاصله ده انا واحد من 3 ادي الجنيه اللي معايا ساعات ده الثالثه الثالثه حطيت 10 على خلاص بنيته بيجوا صوتوا بيجوا انا معايا طبنجه بتعمل لي عشان تسيح اربجين فرد الدبابات. طب ادافع عن نفسي بايه؟ بالطبنجه بتعمل لي دي لا مخزن زي النبله ما تعملش حاجه، لكن التسليح هو كده. فالحظ طلعتها وجيت اضرب فيهم ما ضربتش، فيها 10 طلقات الخلف ما ضربتش، رمله جت فيها ما اعرفش انزل صوتها رابع ضرب واضرب ما طلعتش، رحت لقيناها بالحفره ورحت جاري وراهم. جيت وراهم والله يا اخوانا مش هتصدقوا انا حصل لي هستيريا من كلمه الهزيمه اذا كانت ناقصه في ثواني من مهزوم ظهر الصين الى مزرعه محروقه قدام مني مولعه. فحصل لي هستيريا، حصل لي قول يعني زي ما بنقول فقدت السيطره على نفسي خالص. ورحت جاري انا معايا ساحه ثانيه، انا معايا خالد بس ومعايا بلطه، رحت جاري وراهم الله اكبر الله اكبر والبلطه ولا طوله وانا بلادي صيحت الله اكبر الا طوله ايدها طويله شويه ايدها طول دراعي كده طول البلطه طول دراعي الساكن ده كمان اللي يعني الظهر ليا شنطه في رقبته مره واحده مفيش غيرها. ادي اصعب موقف تاني واجهني يا استاذ رفعت. اصعب تاني موقف واجهني هو الحكم نسيب الكليات هو المسؤول الاعلامي عن الصالون، حابب يعمل دور ضريب ان هو احنا بنصدر انشاء موقع للصالون على النت عشان تبقوا عارفين، مش موقع لرفعت المصطفى، موقع للصالون الثقافي ومصطفى على النت. ولان يتحقق هذا هو الاستاذ ابراهيم بيغطي الندوات كلها من خلال موقعه هو على النت. يعني هذه الندوة إن شاء الله هو بيغطيها على النت بالصوت والصورة وكل ما كتب هو بيعمله بشكل جميل جدا. وآخر ندوة غطيناها كانت الندوة في كفر الشكر في تأمين الشاعر دياب التكميلي، ووريها لي الأستاذ إبراهيم على النت الحقيقة مغطيها بشكل رائع، وده جهد إعلامي بيقوم بيه بالحقيقة بشكل جميل وبحب خالص جدا. مشاكل يعني سنتركه يغرد حول هذه المنطقة، منطقة البحث والتنصيب. أنا ما زلت أصر على البحث والتنصيب لأن قيمتهم لا تقل قيمة، هم ذهب مصر وهم ماس مصر وهم بترول مصر. هؤلاء الرجال الذين قدموا دماءهم رخيصة في سبيل هذا الوقت، مع الكاتب والباحث إبراهيم خليل إبراهيم لكي يغرد ويحلق في غضون 10. الناس المحترمة أخبركم في السنة والتقديم. أنا قبل ما نتكلم عن الذكرى العظيمة دي قضيت إن إحنا نعرف إن ناصر أكتوبر 73 كان قبله الإيمان بالله سبحانه وتعالى. كان بيأكد ذلك لأن على فكرة اختيار 6 أكتوبر كان قال الرسول المنصور وافق 10 رمضان. كنا عارفين كل الانتصارات الإسلامية حتى في شهر رمضان. حاجة ثانية برضه بأكد ذلك إن قبل معارك أكتوبر مباشرة الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله رئيس الشباب طلب منه قال له يا شيخ عبد الحليم أنا قادم على عمل عظيم أرجو إن أنت تشوف تعمل 5 صور. بدأ من يومين بعد يومين الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله راح لرئيس الشباب وقال له أنا شفت رسول الله بيعبد ويزيش فوق الماء وخد قرارك على بركة الله. حاجة ثانية تأكدها برضه خلال المعارك أكتوبر 73 في طيار اسمه سجالي لاشين دوت بعد تخرجه وقبل اندلاع معارك أكتوبر 73 اتعرض عليه عرض انه يشتغل طيار مرتزقة بمبلغ، بيقول لي مبلغ عشان هي هذا الزمان مبلغ خيالي. بيقول لي انا بشر خدت العقد وقريته 10 مرات. بيقول لي ونمت، بيقول لي شفت في الرؤية طفلة سمراء شبه افريقية وهاتف بيقول لي ليه انت قابلت الطفل دي؟ بيقول لي تاني يوم انا اديت العقد لبابايا وقرا العقد وقلت له انا شفت رؤية كذا كذا وحكيت له الرؤية. فقال لي فابوه قال له عندما تجد الاجابة على الله سبحانه وتعالى خد قرارك. فبقول لي رفضت العرض دوت. بيقول لي في المعارك بقى
عرفت ان ربنا سبحانه وتعالى فعلا بكفاءته. بيقول لي خلال المعارك في انضرب على طيارته، فبقول لي الطلقه جت من الكابينه وعدت تحت الكابينه عدت الناحيه الثانيه. فبقول لي من البطوله والشهامه ان انا ما اتعاملش مع طياره مصابه. بقول لي جه طيار اسرائيلي واداني صاروخ في طيار الجناح بتاع طيارتي. فبقول لي في الضربه الاولى جيت ادوس على زر عشان ينزل تحت، فالكابينه لقيتها ما بتنزلش باراشوت. اتاري الطلقه اللي عدت ستانه حديده منعت الرشيد ينزل تحت. بقول الضربه الثانيه سبحان الله لما الطيار ضربني والجناح طار، الضربه دي اتعدلت الحديده. بقول لي بدوس لقيت ان الرشيد نزل وربنا سبحانه وتعالى انقذه. وبقول هنا عرفت ان ربنا سبحانه وتعالى كان معايا. القصه بقى عشان ما اطولش عليكم، انا لما اندلعت معايا بطوله 73 كنت في سنه اولى اعدادي. فكان في عندنا شهيد في العائله. فانا كنت بقول انا عايز اخش فيه الشغف ده شهيد زي عادل اليحيى. فبعد سنوات التقيت مع نخبه من الابطال. انا كنت عامل فتره في مجال الصوت الشرعيه، وكنت عامل حوار مع بطل اسمه محمد عبد العاطي الله يرحمه. محمد عبد العاطي هو خد اعلام كتير وفي اكتر منه. ففي واحد صديقي كان عامل حوار تاني مع جريد ثانيه، فقال لي انا عامل حوار مع بطل مدمر اكتر من محمد عبد العاطي. قلت له ده اسمه ايه؟ ما لقيتوش يقول لي. فسبته. فالعدد المالي اللي انا اشتريته وبدات ابحث الطريق الخاص عنه، فعرفت ان هو بطل اسمه محمد عبد المنعم ابراهيم المصري وشهرته محمد المصري. ده مدمر 27 دبابه 30 صاروخ، منهم دبابه عساكر البولي. ايوه اي نعم. وكان القائد بتاعه صلاح حواش. صلاح حواش الله يرحمه استشهد 8 اكتوبر تحت قياده صلاح حواش. محمد المصري بنضمن 27 دبابه 30 صاروخ. ونمره 2 بطل اسمه معطي عبد الله عيسى، هو ابن المنوفيه في المقيم في العيار 26 دبابه. الاثنين دول كانوا تحت قياده البطل صلاح حواش. محمد المصري على فكره التكريم بتاعه اتاخر شويه، بان في القائد صلاح حواش ما مشيش 8 اكتوبر واتنقل لما جت معركه الثغره. اختاروا 3 موجهين صواريخ من اكثر الموجهين، كان من ضمنهم محمد المصري ده. بيقول لي كان في 3 دبابات في الثغره دي كانوا عاملين نوشات. بيقول لي بيضربوا في اي وقت واي اتجاه. فاختاروا 3 وانا كنت من ضمنهم. بيقول لي انا حظي جيت نمره 3. الصديق الاولاني ضرب الدبابه الاولى فانفجرت، والثاني ضرب الدبابه فاصيبت وهربت. قال لي بقى الدبابه اللي من نصيبي متخندقه، الظاهر منها ان لا دوبك 10 سم من فتحه الماسوره. بقول اديته امان زي ما مربط طول 36 ساعه ولا اكل ولا شرب. دول اديته امان الموقف كله هادي يناموا، فبدا يظهر حبه حبه وعشان يساعد الضرب. بقول لي من غيظ مني الصاروخ بتاعي عملته فتحه الماسوره فدخلت انفجرت. بقول لي حضر القائد بتاعي البطل حسن ابو سعد، حضر وقال له وهو عندنا مواصل راحوا له الاثنين مع بعض وقال له يا بطل والله ما بجيب غيرها واديله 10 جنيه المكافأة له. قال لي انا سامي الدواء ديت ب 10 جنيه. المهم هتمرمر برضه يا عم انت ما هيعمل ايه؟ هو كده هيعمل ايه؟ المهم بقى عشان اقابل البطل عبد الجواد محمد مسعد سويلم، البطل الحالي كتير قدامه دوت. انا كاتب عنه في بطولاته، وهو ومجموعه منهم ابراهيم رفاعي وصوره الصاعقه. ده عمل حاجات عظيمه جدا. صوره الصاعقه كتير دخل اسرائيل 70 مره بالتحديد. نعم قبل الحرب. تمام. وحضرتك عمل 12 بطوله حقيقيه في حرب 73. وعلى فكره بطل موقعة الصغر كان له الشرف الكبير انه يستشهد بعد ما عمل بطولات برضه مذكوره ويذكرها التاريخ. هو شارون كان داخل عشان يخش، وشارون اصيب على فكره وفي صور له ومعصر عينيه. شارون كانت الثغره بتاعته هو، لكن كان عدى الاسماعيليه كان هيخش. المهم هنتكلم عن البطل والمنتصر شهيد ابراهيم الرفاعي. هو فالمهم فانا قلت بقى افضل حاجه ان الانسان يلتقي مع الشخص الحدث لصالح الحدث نفسه. فالبطل عبد الجواد محمد مسعد سويلم رغم مصاب دوت اشترك في معارك اكتوبر 73 وعمل مظفر مدرعه بإصابة دي بعد ما ركب لكده ورجع هو احترف عليها. المهم البطل عبد الجواد محمد مسعد سويلم الجندي المصري الوحيد اللي هو كرم من رئيس جمال عبد الناصر ورئيس السادات ورئيس حسني مبارك. في الجيل الفقهي تم تكريمه من حسني مبارك، وكان هو يعد الجندي الوحيد اللي من ضمن المكرمين كرم اسمه مع رئيس السادات في الجيل الفقهي.
وبرضه الجندي الوحيد على مستوى العالم اللي قاتل وهو مصاب بنسبة عدد متر. احنا كنا في قناة البدر احنا الثلاثة يوم 6 اكتوبر. المذيع كاد ان يبكي. وبرضه قبليها يوم الاحد كنا في تسجيل في ذات الكبار واسبوع الجمهور واحنا بنسجل برنامج اسمه مشواري 45 دقيقة ومن قبل من البطل الاستاذ وائل عباس قال له يا استاذ بطل انت جدا الامل احنا في الشباب ما لما تقول لك 73 عنده 25 سنه دلوقتي فما مش مدرك وموته كلها مش مدرك البطل دوت قدم دمه عشان هو ومش مدرك ان البطل فتحي شلبي برضه في وسط المعارك ديت والكفاح له عشان الجيل يعيش. هو طلع لقى عنده انترنت وطلع لقى في مترو انساب دي كلها بتيجي السلام. على فكره كل العرض سلام في السلام دلوقتي بترحموا عليه. الناس هم الساسة يعرفوا ذلك جيدا ان الكرسي بتاع فلسطين وياسر عرفات ده اللي محطوط فيه وعليه علم العالم وسرير رفض تقع. لكن الاسداء اصر دلوقتي مش عارفين ياخدوا شيء من فلسطين. السلام رجع طابة ورجع الارض كلها. على فكره التاريخ بيقول ان السفينه عمرها ما احتلت ارض سوريا اطلاقا. حاجة تانية برضو البطل عبد الجواد اللي عرفنا عليه البطل محمد المصري اللي هو صاحب رقم قياسي على مستوى العالم. هنا الكورة انكار ما قالش انا اظهر انا لا ده في بطل انا جنبه مش حاجة. خدوا البطل عبد الجواد والدقيق دي ومن يوميها هو يعتبر والدي اخويا كبير حتى مني مش بيسيب بعض خالص. وكتبت عنه في من سجلات الشرف وبرضه في حلوه دي. برضه في امثله كتير جدا. قابلت البطل محمد العباسي اللي هو اول واحد رفع علم عنق. هو على فكره الناس بيقولوا لو اللي رفع علم مش لا ده رفع 35 علم. اول واحد رفع العلم كان على منطقه الشرق اللي هي اول نقطه تم تحريرها. الحي الشريف محمد العباسي. يعني ان شاء الله بعد الاسبوع نجيب ابراهيم خليل ان هو يحمل مش هيدنا من الامير على فكره مباراه قادمه ان شاء الله. مسليون اول شهيد على سينا اسمه محمد حسين مسعد ده من الجنود. اول شهيد هنا انا قابلت اخو احمد شغال في مركز الشباب واول شهيد من الضباط كان شهيد مثل الاستدراك طبعا وسيد التكتيك طبعا شهيد الاستدراك المسيحي طبعا. اخوه لما توفى ساب سبع عيال ما عندهمش حاجه ادالهم 7 عبدنا تبرع لاخوات. مين دايما في الوقت اللي احنا بنقاتل بعض علشان نص راس علشان الحقيقه ده كل دي تحديات المكتوبه دي فعلا عمل عظيم ووراء اعتماد الله سبحانه وتعالى ووراء كل العلم والتوحد سواء على الجبهه الداخليه. وبرضه مش ننسى الجبهه السوريه. الجبهه السوريه كانت بتحارب معاه بنفس التوقيت والقرار تاخذ التنسيق عظيم جدا سواء الجمل سواء حسني مبارك سواء جمال عبد الناصر. بدات البدايه من عنده هو عشان معاه الاستسلام كانت فترته. الشاب احمد مأمون هو اللي اخترع الماده اللي يسدوا بيها مواسير المبارك كان مهندس ده مهندس خريج علوم خريج كلية العلوم حضرتك واشتغل جماعي في هيئة الحرب الجمهورية عمل المادة وجربوها وده فعلا برضه اللي عمل الثغرة بالمية في السد الترابي. لاقي زكي يوسف قال ان انا كنت قريت على السد العالي ان هم ازاي عملوه كده فانا عملت التحاليل كلها وادى تقارير فجربوها فلاقي عادلين خراطيم وعادلين معدات معينه فجابوها من المانيا. فهم بعد ما جابوها بيسالوا قال لا ده هتحصل عندنا حاجات كبيره فاحنا نحتاج الحاجات دي كلها. تم التفتم وتم كل كان فيه مواسير المبارك خط برلين الستر الترابي دي كلها معوقات. المهندس اللي عمل المكنه اللي غير الصوت اللي ضخ الميه وتنزل التراب تمام. برضه تحيه لهذا المهندس. وفي يعني حتى من باب سينا في نماذج عظيمه جدا. في راجل عظيم جدا كتبت عنه من سينا اسمه سالم هرش يقول لي انا موشى ديان جالي وعايز ان انا اعلن على التلفزيون مباشره في قناه الانباء تهويد القدس تهويد سيناء. فجالي اتفقت معاه وجود وهم في بيتي اديله الميكروفون واتقال على هوا سينا مصريه 100% وانا املك قرارها لان قرارها هو الرئيس السادات. انا املك روح حياتي وقدوني على الهواء مباشرة على الهواء بدأ الردود بعد العملية ديت راح عند الأردن وجاي من الأردن على مصر. الكلام ده كلام آسف كلام جمال عبد الناصر
استقبال جمال عبد الناصر كرمه مدير بندقيه، عمل ده ايه؟ اداها للقوات المسلحه. الامثله كثيره جدا، انا كتبت في الكتاب الاولاني 46 وكتاب التناول كان حبيبي 46 وده كتاب دلوقتي بجهزه اسمه رجالات وبطولات، وغير طبعا المستعصين ومعانا عظماء هم، واسيب لهم بقى ايه الفرصه عشان يدوكوا الحاجات الحلوه اللي عندهم. نعم. عاوز بس الفت مرة 10 دبابة بالصواريخ التي وصلت بعد ذلك خصيصا لحرب اكتوبر والمحمولة على الأكتاف بداناتها وبكل معتاتها. سوف أترك الأستاذ البطل فتحي شلبي الذي يشرفنا أيضا المرة الأولى لكي يحلق ويستعيد الذكريات. مش عايز أقول الذكريات الأليمة، الذكريات الطيبة والخالدة التي حققت لنا السرور ورسمت لنا البسمة حتى يومنا هذا وإلى ما حيينا بإذن الله إن شاء الله. مع الفنان الكبير أو البطل الكبير فتحي شلبي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا سعيد بيكم جدا في كلامي. طبعا أنا عايز أكمل بعد البطل عبد الجواد فترة حرب السودان. بعد كده طبعا القوات المسلحة طبعا كانت منهارة، فبدأنا نعيد ثقة القوات المسلحة. نعيدها ازاي؟ بالتوجيه المعنوي. التوجيه المعنوي للجنود ان احنا نعيد الثقة للجندي الاول قبل السلاح. عاوز اتدخل بس يعني في 10 ثواني. انا عرفت المعلومه دي فعلا معلومه خطيره جدا ومهمه، ان اداره الشؤون المعنويه للقوات المسلحه ما منشئتش اللي بعد حرب 67. بعد المعلومه دي عرفتها من الاستاذ فتحي شلبي من خلال كان مستضاف على قناه اسمها بدر في التلفزيون المصري احد قنوات القناه يعني، والمعلومه دي هزتني وانا اندهشتها تماما يعني تذكرني بيها ب 69 اداره الشؤون المعنويه. اذا حتى في يعني الايجابيات اللي تحققت في حرب 67 استوعبنا الدروس، استوعبنا دروس كبيره جدا. ده الشؤون المعنويه، استوعبنا التحديث، استوعبنا دخول حمله المؤهلات الشلبي وانه حققوا المعجزات بقى واسيبوا يحلق معكم. طبعا إعادة الثقة للقوات المسلحة، التوجيه المعنوي. الجنود المجند لا يخش بالمؤهلات. وما بقى الذكر بتاعتكم كده اتأخرت شوية. شو رحت لك بقى بعد كده عندنا أسلحة متطورة منها صواريخ ومضاد للإنفجارات مثل صواريخ اللي اسمها الملوكة وصواريخ الحية. يوصل البطين هامة جدا، من أهم هذه الناشين بتر ساقيه وأحد ذراعيه وفقد أحد عينيه في آخر عملية بطولية خلف حدود العدو سنة هو السياسة شرفنا هنا قبل كده. شرفنا المرة الأولى البطل فتحي شلبي، هو أحد برضه أبطال حرب أكتوبر وصاحب الدبابات، فقد اختار بمجمله 13. الأستاذ إبراهيم خليل مؤرخ حرب أكتوبر الحقيقة ألف كتابين أو كتب كتابين وبحث فيهم عن أبطال حرب أكتوبر، والذي اكتشف أبطال أبطال وذهب إليهم ودقق عنهم في نبوة والجمهور وطني حبيب. الإعلامي الكبير منصور شاهين كبير مخرجي التلفزيون المصري والكاتب والمعد، والحقيقة يعني السي في بتاعه مليء وعامر. أهلا بهم جميعا في هذه القرية الطيبة لا يوجد بيننا من يغني ولا من يرقص، ومع ذلك تجدون هذا الحشد الطيب الذي يستمتع بكم ويرحب بكم في كل لحظة. طبعا هم كلهم الواحد منهم ب100 واحد ممن ترونه مع البطل فتحي شلبي لكي يحكي لنا قصة إنشاء إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة من سنة 69 كما يقول، وكيف تم تحديث الجيش المصري الذي كان هو أحد مواد هذا التحديث. طبعا التوجيه المعنوي ده كان أهم حاجة برفع الروح المعنوية للجنود بعد الناس.
بعد كده بدأ نجيب أسلحة متطورة مثل الصواريخ اللي هي اسمها الملوكة مضادة للدبابات، وصواريخ الحية اللي هي بتضرب الطيران الواطي على مسافة 6 كيلو، وطبعا الصواريخ سام 7 وسام 6 الصواريخ وسام 2 دي كان أسلحة متطورة جدا وزي اللي نفعتنا فعلا. اتدربنا على كيفية عبور القناة في مناطق مشابهة لقناة السويس. اتدربنا تدريب يعني تدريب قاسي جدا لغاية من فعلا الفرد الجندي المصري قادر على عايز يحارب. بقينا نقول امتى الحارب؟ احنا عايزين نخش الحارب. فعلا لغاية يوم 5 أكتوبر بالليل كان سلاح المهندسين ده عمل أعمال بطولية مش مذكورة. سلاح المهندسين بالليل نزل شال الأسلاك الشائكة اللي قدام في الغرب الأول، وشال الألغام المضادة للدبابات على القناة، وعدى الناحية الثانية سد مواسير النابلس وشال الأسلاك الشائكة والألغام، طهر الشاطئ الشرقي كله. مواسير النابلس دي مادة زيتية بتطفو فوق وش المية. عارفين ان طبعا الزيت بيطفو فوق وش المية. لو ضرب عليها جامع القناة دي هتبقى نار. طبعا بتزيد الاكسجين ده بيشعل، فسدوا مواسير النابلس بالاسمنت وشالوا الاسلاك الشائكة، شالوا كله يوم 5 بالليل. احنا كنا محتلين خلف القناة، ما كناش حاسين ان في حرب، لان احنا احتلينا فيها وعملنا عمليات قبل كده، وجينا على القناة وكنا بنقعد على القناة في الغرب وبنرجع تاني لغاية الساعة 1:30 يوم 6 أكتوبر. كان طبعا سرية تم. 1:30 لقيت قائد بيمر فبيقول المدفع دي 10 قدام مني، بيقول له انا عايزك اول ما تضرب المدفعيه طيران يخش والمدفعيه تضرب، انا عايزك نقطه الملاحظه اللي قدامك ديت تشيلها. كان قدامنا نقطه ملاحظه، الفراعنين قدام مننا على طول قاعدين نقطه ملاحظه كده بيتفرجوا علينا، واحنا قاعدين في السكن من ورا، وبعض جنود واقفين حياتي خالص وكانش مش باينين ان في حرب. المهم فعلا الساعه 2:05 بدات الطيران يخش، المدفعية بدأت تضرب 4000 قطعة مدفع تضرب على طول واصل عليها. أول ما ضرب المدفعية نقطة الملاحظة دي اتشالت قدامنا. نزلنا بالقوارب. أنا كنت مع مجموعة اسمها مجموعة المفرزة الأمامية. مجموعة المفرزة دي عبارة عن لواء بالكامل بيحمي فرقة مشاة مترجل، يعني ماشي على رجله. بننزل بنعبر عشان نحمي راس الكباري اللي هي هتتعمل الكباري فيها، ونحمي راس الكباري اللي هتتعمل. راس الكباري دي اللي هي هيتم العبور، عملية الكباري والعبور تتم في خلال فترة 6 ساعات. يعني احنا نحمي الضفة الشرقية لغاية فترة 6 ساعات ونبدأ نتفرج. أنا كنت من ضمن المجموعة المفرزة، شلنا القوارب ونزلنا الساتر الترابي. لا انا كنت الافتراضي. الساتر الترابي ده كان عباره عن زاويه حوالي يمكن 60 درجه كده مرفوع كده، ما كانش لسه بقى اتعمل السلالم اللي اتعملت عليها عشان يطلعوا بيها بالحبال ولا بتاع. كان جنب مني فرد من المشاة شال مدفع بيه 10 تقله حوالي 70 كيلو على كتفه، وطالع من غير حبال ولا طالع اي حاجه على الساتر الترابي كده بيجري كانه طالع يعني بيجري بصراحه. انا كنت شايل الجهاز طوله 26 كيلو والاسلحه معايا والافراد معايا، كل فرد شايل صاروخ، وبدانا طلعنا في الساتر الترابي واحنا ماشيين على تقدمت لغايه حوالي مسافه 2 كيلو. كانت الساعه 3:15 لمحت دبابتين قدام مني. الدبابتين واقفين مذهولين، القوات كلها داخل سينا ومذهولين. انا كان معايا رائد اسمه ابو هاب في الحيط، واذكر الافراد اللي معايا كان ناس عراوي سليمان وسعيد الايوبي دول الابطال. الرائد ابو هاب بيقول لي
الدبابين هم اضرب عليهم. فجهزت الجهاز معايا والافراد ضبطوا الصواريخ في اتجاه، رحت ضارب كأول صاروخ يتضرب على اول دبابه. اول ما ضربت الصاروخ الدبابه انفجرت، بقيت اعيط مسكت الرد على الواد وبقى يعيط ويبص لي ويبص لي ويحبوني يقول الله اكبر الله اكبر، وما كناش مصدقين ان ده كان اول استخدام هذا النوع، اول استخدام للصاروخ، اول استخدام للصاروخ. ما كناش مصدقين ان الصاروخ ينفع عليا بالطريقه دي. صاروخ يضرب على دبابه مسافه 3 كيلو، وصاروخ صغير وفرد يختفي في قلب حفره برميليه مش باين العدل ويضرب على مسافه 3 كيلو. فدي كانت مفاجاه للصاروخ. اول ما الدبابه بدات تشتغل بقينا نقول الله اكبر، الدبابه الثانيه جري، بقينا نجري وراها مش حاسين ان احنا بنجري، وكنا في صيام وقالوا لنا افطروا، رغم كده ما فطرناش، كنا صايمين ومش حاسين بجوع ولا بعطش ولا بعطش ولا اي حاجه. قعدنا نجري في سبه اسمها على سبه اسمها سبه السبع، نقطه اسمها سبه السبع. قعدنا نجري فيها لغايه ما بدا الدنيا تضلم بالليل، فاحتلينا فيها. احتلينا كان معايا بقى صاروخ واحد، لان انا كل فرد شايل صاروخ وجهاز، انا شايل الجهاز، وضربت الدبابه بالصاروخ الاولاني. الساعه 7:30 بالليل لقيت ايه؟ الدبابه جايه منوره الكشاف بتاعها، منوره الكشاف وعماله تبص على الافراد وجايه. هي بتعمل حركه ايه؟ تعطيل، لان القوات بتاعتها تبدا تنسحب لغايه ايه؟ المنطقه اسمها تبريد الشمال اللي هي مركز السينما بتاعها. فرحت ضارب الصاروخ الثاني على الكشاف. الدبابه انفجرت لانها مليانه ذخيره، البرج بتاعها اتنفخ منها، بقى مرمي فيها وقعدت تولع. بينا نقول الله اكبر الله اكبر، واحنا محتلين بقى مكاننا. بدات بقى القوات بتاعتنا تعبر، واتعمل الكباري والقوات بدات تعبر وجابوا لنا الذخيره، وقعدنا محتلين لغايه اول ضوء الشمس. اول ضوء الشمس كانت دبابات جنب مني شمال ويمين والقوات، بقينا حاسين بامان خلاص، يعني احنا دخلنا فيها الحمد لله. بدأت كان في 3 دبابات مختفيين، منهم دبابة كانت مختفية ورا كودية حشيش، عاملة كودية حشيش مختفية، تطلع تضرب وتروح نازلة تاني، بقت تضرب علينا ومش شايفين الدبابة. قرأت على الواد يقول لي شوف كودية الحشيش دي بتطلع وتنزل، بص كده 3 وهي بتطلع تضرب، بانت ايه الماسورة بتاعتها ومع بدأت تظهر. فاستنيت عليها لغاية لما بدأت تطلع عشان تضرب، رحت ضرب عليها ايه؟ الصاروخ. انفجرت. بدأنا ايه نتقدم نقول الله أكبر ونجري وراهم، كلنا بنجري على الرمال كده، يعني بنجري مش حاسين. لغاية ما قدمنا على ثبت السبعات واحتلينا ثبت السبعات. بدأوا بقى يضربوا علينا بإيه؟ بمدفع اسمه مدفع هاوزر، اللي هو 130 هاوزر متحرك على شكل دبابة. المدفع ده كنا مسمينه ابو جاموس، لأنه يمكن الجماعة الكبار عارفين. المدفع ده بقى يضرب دانة، وبعدين ايه يبدأ يتحرك في مكان تاني عشان يعطل. احنا بقى كنا ايه الدانة اللي تنزل في الحجرة كنت اجري عليها واقعد مكانها، لان مش هيضرب على الدانة على مكانها تاني. بدأنا ايه نتقدم معاهم لغاية ايه بعد كده كنت حصل في سرية حصلت من كتيبة من احد كتاب المشاة بعد منطقة دفع الصور. حصل دفع الصور كده في كتيبة لما تقدمت قدام فحبت ان هي تأمن المنطقة اللي قدامها، فدفعت سرية قدام عشان ايه تأمن الكتيبة بتاعتها. السرية دي لما مشيت مسافة 6 كيلو، كان في تبة عالية قدامها، تبة عالية، حبت ان هي تتخطى التبة العالية دي عشان توصل للميول الأمامية يبقى مجال الرؤية مفتوح.
فمشيت مسافة 6 كيلو. لما مشيت السرية دي بعيد عن نطاق الكتيبة بتاعتها فنفتح عليها 7 دبابات أوكرانية وحصرية. الكلام ده كان وصل يوم 20 أكتوبر. فالمهم إيه كان اللي هو كان حسن أبو سعدة كان قائد الفرقة الثانية، فبلغ قال لهم ابعتوا الطقم بتاع شلبي، لأن كنت أنا ضربت في الفترة دي 10 دبابات وعربية مجرزات، فتعرفت الفترة دي بشلبي، فقال لهم ابعتوا الطقم بتاع شلبي للسرية دي. فبلغني الرائد أبو وهاب قال لي روح لقائد الكتيبة بتاع روح له هو يدل لك على السرية. الطعم كان بيتكون من كم فرد وحمولات كل فرد. عايزين لا انا كان معايا فردين، كل فرد شال فروق. النظام بيتكون من 3، الضارب وفرد رقم 2 وفرد رقم 3، كل واحد شال فروق. وبعد كده بيبقى بيجي لنا امداد واحنا ماشيين، تواريخ امداد. ده بقى فريق الفاروق وزنه 24 كيلو، والجهاز معايا وزنه 26 كيلو، ويبقى معايا قنبلتين يدوية، معايا طبنجة. الشدة العادية، الشدة العادية العادية زي الصاروخ والاثنين الآخرين وكل واحد يعني لكم أن تتخيلوا يعني لو فوق الصاروخ من الصاروخين ماذا يعني تبقى كارثة. يعني هو شدته كلها وطم صاروخين، يعني لو صاروخ فيض زي ما بيقولوا غير مقبولة بالمرة، غير مقبول. ثمنه كان تعرف ثمنه لا هو كان في حدود 6000 جنيه. 6000 يعني 60000 جنيه دلوقتي. بعد كده ايه اللي هو حسن ابو سعدة كان قائد الفرقة الثانية، يمكن في الشروط طبعا. اتصل بالرائد بتاعنا وقال له ابعت الطقم بتاع شلبي. رحت الطقم الكتيبة كان في 12، فقال لي انا عايزك تمشي على سلك التليفون الموجود في الارض ده. كان سلك التليفون الميداني سلك اصلا كده سلك اسود كده. قال لي ده واصل لغايه السريه مسافته 6 كيلو. انا عايزك تمشي على السلك ما تحدثش شمال ولا توصل. الكلام ده كان حوالي الساعه 5 بالليل. فقلت له طب انا ده السنه اللي عايشه مسافرين 2 وعايز مجموعه تطلع او مجموعه تجيب لي تواريخ امداد ليا. قال لي طبعا هجيب لك رائد استطلاع ومجموعه هجيب لك تواريخ وتمشي على 12 المجموعه الاستطلاع. قال لي بس الفضل ان انت. انا مشيت على سلك التليفون ده مسافه 2 كيلو. طبعا بقيت في وسط الوقت العشر. بدأت أبحث في المسافة ال 4 كيلو اللي تحت على سلك التليفون ده بالأرض. وصلت الساعة 11:30 بالليل بسبة اسمها سبة أبو كثير اللي كان اللي متحصر. ولما وصلت هناك كان رائد قائد السرية ده كان اسمه الرائد سويل بلغوني قالوا لي إن الرائد سويل وتوصل له هو هيجيلك على السلاح فوصلت هناك. طبعا عندهم مثلا السهل هنا اللي هم بيضربوا كده وكده على اساس ان ايه متحصرين. الدنات المدفعيه بتاعت العدل زائد الدبابات عماله تضرب عليهم عشان يسلموا. الساعه 11:30 بالليل. فاول ما طلعت للرائد سوفيان قال لي انفتح على الارض وكلمني وانت الدنات عماله تضرب من فوق دماغي. طبعا فوق دماغي كان كده. فأنا بكلمه وأنا ضحك على الأرض كده، فبقول له طب فين الدماغ ده؟ أقول في النور من قدام كده في نظام الرفعة هيجيلك الدماغ ده. نزلت نظام الرفعة كده المجموعة بتاعتي. نظام الرفعة فبقول له فين اتجاه الدماغ؟ قال لي طب إيه هنا ثابت الكثير، هنا 3، هنا 2، هنا. الدنيا ضلمة بالليل. فقلت له طب ما فيش هوا يديني طريق مدينة؟ قال لي تجيلي رينج يديلك. رحت مدي رينج بتاع الهواء. قلت له انا عايزك تديني طاقه في اتجاه الكثيره وبعديها لدوبك 10 ثواني تديني طاقه مديره كده تنور المكان. فراح ما يديني طاقتين ورا بعض ضبطت الجهاز والافراد معايا ضبط الثواني. هم بطلوا يضربوا
او من طلقات كشفت بطلوا يضربوا. قعدنا محتاجين لناس اول ضوء الفجر. اول ضوء الفجر بقى داخلين على اساس محاوطيننا، داخلين بقى ايه مطمئنين وداخلين يعني قاعدين يضربوا طول الليل، داخلين بقى علينا. جايين انا 3 دبابات في الاتجاه بتاعي ده. رحت ضارب اول دبابه. اول ما ضربت اول دبابه لقيت الدبابتين التانيين بيجروا. الدبابه الثانيه وبتجري رحت ضربها في ظهرها. اول ما ضربتها في ظهرها الابطال بقى قلنا الله اكبر، وكانت ايه وقفنا بقى وقعدنا نحضن بعض والوصول وبتاع. لقيت عربيه مجنزره طالعه على مسافه 600 متر من الميول كده، وزلت مره واحده علينا. قعدت تضرب علينا بالفقار. انا رميت نفسي في قلب الحفره. ما رميت نفسي في الحفره هو واخد الاتجاه اللي طلع منه الصواريخ. فبقى منشر علينا وعايز ايه مسيطر على الموقف تاني. انا رحت ضرب على الصاروخ طلع كده. انا الصاروخ ما اقدرش اضرب على الدبابه او العربيه المجنزره الا بعد 500 متر، لان الصاروخ اول ما بيطلع بياخد ارتفاع. والدبابه كده او وقت اسيطر على الصاروخ على مستوى ارتفاع الدبابه لازم يكون معدي 500 متر. اللي كان بيحمينا في المنطقه دي الاربجيهات، الاربجيه ب 11 هو اللي بيغطي المنطقه الميته دي اللي هي 100 متر 500 متر. فدي جات لي على 300 متر الصاروخ كده والعربيه مجنزره كده. يعني رحت دايس على الصاروخ، الصاروخ طلع. الصاروخ وهو بيطلع نار من ورا. هي لحظه ذهول عنده، بص شاف الصاروخ طالع. انا كنت داخل الحفره مش شايف الصاروخ وهو بيطلع حتى. انا داخل حفره وبحط صباعي بس كده رحت دايس على ايه على الجهاز. الصاروخ انطلق. لما انطلق كده هو بطل يضرب. يعني لحظه عنده ذهول، شاف الصاروخ بيجي طالع بطل يضرب. في اللحظه دي يعني ثواني كده رحت محول الصاروخ على الصاروخ جاي محول في اتجاه العربيه المجنزره. نزل قبل العربيه المجنزره في الارض وانفجر في الارض. قبليها بنص متر نطوا 7 وجري من العربيه المجنزره. طلعوا وراهم البشاشات وسقطوا ال7 في البحر. قلنا الله اكبر الله اكبر. العربيه المجنزره قعدت دايره لغايه لما بطلت معصيه. الراجل اتصلت بقى بالرد على واد سهيل، فبقول ان احنا ضربت الدبابتين المجنزره وتقريبا واتسحبت من الجنب. قال لي طب انا هخلي بالليل تنزل مجموعه استطلاع تطلع على مكان الوقت. قلت له مش هقول لك بس جيت من الدنيا جوانب بالليل. بدات مجموعه الاستطلاع بتاعنا 12 فرد والجنود الاخيره مع رائد. فنزلوا استطلعوا المكان اللي قدامنا يشوفوا يعطلوا اي مجالات او المكان اللي قدامنا يستطلعوه. فنزلوا مشوا قدام المكان. ما فيش مسافه يعني بتاع نص ساعه. هنا الطلقات فتحت عليهم والسرير واستشهدوا ال 12. رجع منهم فرد واحد. اللي رجع ده قاعد يضحك لغايه ما رجع. فاخدت الخوض لقيته بقى مش قادر انه يتكلم. بقول له في ايه اللي شفته؟ قال لي انا كلهم مش فاتصلت برابع سهيل فقال لي طب خلي فرد يجيبه. المهم رجعناه. كان معايا ضابط اسمه رفعت ده كان لسه خارج من الكليه الحربيه جديد اخر دفعه، فطبعا ما كانش قادر يسيطر على الموقف. فالحمد لله ان احنا كنت معايا. فرجع الفرد دوت. قعدنا بقى محتاجين لغايه اول ضوء الفجر. اليوم ده حسينا ان مثلا ممكن ايه تكون الصعقه بتاعتهم اللي بيسموها النحال جايه تمسكنا بقى كده ايه داخلين يمسكونا. قعدنا محتاجين. اليوم ده ما كانش فيه قمر. اليوم يعني قعدنا يعني كل ما نوقف الفرد قوي عشان نكشف خطوات بتقدم علينا في اي حاجه. لغايه اول ضوء الفجر. الجواب يا دوبك بيفتح كده ببص كده للفرد عمال يجي ويقعد رايح ناحيته. فاول ما بص الموضوع كده قال لي ده لابس لبس الزيتي. احنا كنا بنلبس الشاطئ هو لابس لبس الزيتي وماسك بالبلون قليل. ده بقول له ايه ده مصري. قال لي ايه ده بيجي ناحيته. فالمهم نزل في قلب حفره كده متجاري فيها وراح طالع بلبانه. جري بيها. أول ما جري بيها رحت ضرب صغير. وقف ثواني
راح جري بيها تاني وهي مولعة من ورا، رحت مديها الصاروخ التاني طيران، راح نط منها، كانت هي بقى ايه جريته مسافة بتاع كيلو كده قدام، راح بقى يجري نط من الدبابة وجري وسابها وجري على رجله. اليوم ده بقى كان يوم 22 أكتوبر، كان الساعة 7 بالليل، هيبقى وقفة إطلاق النار. وقفة إطلاق النار كان الساعة 7 بالليل. المهم ايه بلغت الراجل المسؤولين كل ده رقم الدبابة الثانية بس. اللي حصل بقى ايه الموقف ده اصوره لكم بالظبط ايه اللي تم فيه ومين اللي ضرب ال 12 فرد ومين والسبعه دول اتقتلوا ازاي والكلام ده. اللي كانوا جايين يعني 3 دبابات، ضربت الاولانيه في وشها والثانيه في ظهرها وبتنسحب. انا ببقى داخل المنظار وانا بضرب، ما شفتش الدبابه الثالثه اختفت فين في قلب الحجره، لان بيبقى بعيني داخل المنظار والمنظار محدد في المكان اللي انا ايه بضرب فيه. الدبابه الثالثه اختفت في قلب الحجره. الافراد اللي فيها سوف يقعدوا في قلب الدبابه، فراح ايه نزلوا وركبوا العربيه المجزره اللي هي اتضرب فيها 7. العربيه المجزره بتشيل 4 و3 الدبابه بتشيل 4. ال3 اللي في الدبابه ركبوا العربيه المجزره وماتوا 7 فوق بعض. الفرد اللي خد الدبابه ده كان هو سواق الدبابه. عمل ايه؟ فك الرشاش بتاع الدبابه وشاله وقعد بعيد عن الدبابه وقعد على الارض. فك شال الدنات كلها من قلب الدبابه، الدنات حديد كبيره كده ورماها في الارض عشان ما تنفجرش الدبابه، وحاول ان هي يجري بيها تقصى. الكلام ده بقى شفته امتى؟ يوم 23 بعد وقفه اطلاق النار. رحت طبعا العربيه المجزره سليمه قدام مني والصاروخ ابيها بنص متر وفي الارض مقابل المنطقه الاولانيه، والسبعه الاسرائيليين فوق بعض. مشيت قدام كده شفت المكان وزمايلي انا راحوا عشان يشوفوا الشغل وبتاع كده يعني موجود، وشفت مكان الدبابه حفره ورمي الذخيره كلها بتاع الدبابه رميها بره الحفره، والمدفع اللي كان شايله الرشاش ده رميه في الارض كده، وعباره عن رشاش وشريط قماش، شريط زي القماش كده وفيه طلقات كده. الرشاش بتاعهم عباره عن غريب كده امريكي، رشاش طلقات كده كبيره، الطلقه طولها كده، طلقه نحاس كده طولها كده طولها 20 سم في قلب شريط قماش كده ومفروض على الارض كده. وهو طبعا لقى ال 12 فرد دول ال 12 دول عينيهم ايه؟ عينيهم بتبص على دبابه على بتاع، مش شايفين فرد في قلب حفره متضايق وعلى استقبلوا. ده كان يوم 23. كان هذا قليل من كثير مما يمكن أن يروح فيه أحد أبطال المعركة الكبرى التي أعادت الشهامة والحرية كما يقولون. عموما سنعود إليه مرة أخرى. لدينا على المنصة الكاتب والباحث إبراهيم خليل إبراهيم الذي نقب عن هؤلاء الأبطال وذهب إليهم في قراهم وفي نبوعهم وحاورهم بشهور وربما لسنوات حتى استطعنا أن نحظى بوجودهم بيننا الآن. معنا أيضا الإعلام الكبير منصور شاهين الذي بالتأكيد سوف نستثمر وجوده ليحدثنا عن رؤيته الإعلامية لحرب أكتوبر، ولماذا بالتحديد تم اختيار 6 أكتوبر، وهل أدى الإعلام دوره في تخطيط حرب أكتوبر دراميا على الأقل، وكان بدير وقضايا إعلامية كثيرة وكبيرة وشائكة سندخر الأستاذ منصور شاهين للحوار أو للحديث عنها. وبما أنكم أمسية ثرية وعامرة، لكن من الحكمة أن نتركهم قليلا وأن نحلق حول الشعر والناس. بعد اذنك استغرب انا عايز اقول الموضوع بعد بس عشان ما تمشي الوقت معلش. بعد اذنك انا اوضح لك بس الامور، يعني اوضح لك الامور. بالنسبه لمنطقه الثغره دي حصلت حته اسمها 6 أكتوبر.
كان من يوم لغايه يوم 16 كنا ماشيين كويس جدا وصلنا لمسافه 33 كيلو. بعد كده بدانا نحارب امريكا. الطيران كان بيجي على مسافه 22 كيلو عالي جدا، مفيش حاجه تقدر تجيبه. دي حقيقه، احنا كنا بنحارب امريكا بقى خلاص. ايه؟ الطيران كان جاي جاهز من امريكا من الطيران كان جاي بينزل دبابات سليمه لسه جديده، كان بينزلها في الحرب. المهم اللي حصل بالظبط منطقه الدفرسوار ديت بين الجيش الثاني والثالث، منطقه بين الجيشين كان فيها قوات عرب، قوتين على مجموعه فلسطينيين، على مجموعه جزائريين، على مجموعه ليبيين، وعلى مجموعه سودانيين. عايز تعرف الحقيقه بالظبط، وهي دي الحقيقه. كانوا موجودين في المنطقه ديت، كانوا جايين بيتفسحوا. ادي العرب كانوا جايين بيتفسحوا في المنطقه دي، قاعدين. هو جاي اصلا معد تمام. كان جاي معد للحرب. جاي معد للحرب يزوق يعني. لا، ما انا بقول لك الحقيقه بالظبط. كانوا موجودين في المنطقه دي قبل الحرب، وقاعدين وبيتفسحوا وبتاع كده يعني في المنطقه دي. لما حصل بقى بدأت الطيران الامريكي جه واشتد الضرب، خدت بالك، وكانت منطقه سوريا بتحارب في الجولان اتخذت منها. كان في فرقه اسمها فرقه 23 حبت ان هي تروح تخلص الضغط من على الجولان. المنطقه دي عشان تتذكر كويس، الجولان السوريين خدوها تاني بعد ما اتخذت منهم عشان الفرقه خففت الضغط من هناك. بعدين حصلت منطقه الدفرسوار بقى، ما حصل دخل 7 دبابات فيها في الاول، وسعت النطاق بجانب الطيران طبعا دوروا. الطيران دوروا في المنطقه دي ما فيهاش حد. كل العرب اللي كان فيها جريوا اول ما حصل ضرب، سابوا المنطقه دي فاضيه. دخلت 7 دبابات في الاول، 7 دبابات دخلت، بدات توسع النطاق، وصلوا لغايه القناه، بقى يردموا القناه، ردموا القناه بدون، ودخلوا وعدوا على السويس، ودخلت جولدا مائر، اتسورت في الزيتيه، كل الكلام دوت. طبعا حمل الفرقه 23 من هناك على اساس ان هي تيجي بقى منطقه الدفرسوار واتخذت وبتاع. حصروا القوات اللي دخلت من الخلف. اللي حصل دخل 3000 اسرائيلي في الحصار ده. محاصرين ايه بقى؟ محاصرين الجيش الثالث من ورا 30,000 جندي. فجه جمصي قال للسادات احنا ممكن نجيب الصف. كان ممكن ايوه عشان المجرد بعدين حضراتكم طبعا شغل اعلام عسكريه هنا تم التكتيم في الموضوع ده بالتحديد. علشان الجيش ما يعرفش، طبعا الفريق الشاذلي اختلف مع رئيس الجمهوريه السيد رئيس انور السادات انه لازم نصفيهم بشكل او باخر. احنا لو صفناهم على فكره، ودي جنود عرب معلش يعني الجنود بتاعتنا بالنسبه لنا احنا الجنود المصريين اللي هيخشوا هيصفوهم بالكامل، لان احنا كنا محاصرينهم، هم موجودين طريق واحد بس والميه حواليهم من جهتين 2. الجهتين الاخرين الجيش المصري كان ممكن يخش بالفرقه 23 زي ما الباشا قال، ولكن ما يقدرش ان انا هخش امريكا بجيشها. واسرائيل فكرت تضرب نووي وتراجعت، لانها لو ضربت نووي، وده الاول مره الكلام ده يتقال بالفعل، كانت هي الدوله الاولى اللي هتتاذي من النووي، لانها الاقرب لمنطقه سيناء. ومن هنا تم استخدام الحكمه، وتم قبلت استقاله الفريق الشاذلي، ودخل الفريق الجمصي في الوقت ده، وتم وقف اطلاق النار بالفعل علشان يتم حل الموضوع سلميا بشكل او باخر. ويتفضل مشاكل. طبعا كان في منطقه الثغره دي كان احمد بدوي، كان ساعتها مسك قائد الجيش وعينه السادات وهو منحصر. قال له انت بقيت قائد الجيش الثاني، مسك وقال له حافظ على اولادك، حافظ على اولادك داخل الحصار. كان 30,000 متحصرين،
فازاي كان يبيدوا الثغرة عشان 3000 قصاد 30,000. فطبعا جت بقى موضوع قال انا السادات قال انا مستعد اوصل لغايه الكنيسه على اساس ان احنا نقعد معاهم. ده الوحيد. ادي موضوع الثغره يعني اللي حصل فيها. فكان بقى الاستاذ بطل بيجيب يكمل بقى الجواب دي في تاريخك العسكري وتاريخ المشاركه في الكليه بتاعتك. انا يعني نفسي سؤال لسه انا اساله لك، انا ما عملتش كده نتيجه يعني عدم مثلا خبرتي العسكريه، اي حاجه معينه كنت تحب ان انا اسالها لك وده ما حصلش، مفيش اي حاجه يعني. هو طبعا قصه طويله في خلال فتره الحرب من 6 اكتوبر لغايه 22. طبعا يعني كنا بنتنقل من موقع لموقع، فدي يعني الواحد ما ذكرش الايام دي كلها. انا ذكرت اول 3 ايام وبعد كده موضوع الثغره الحصار السريه، لان هي دي كانت نهايه عموما لا يسعنا الا ان نهديك هذه الزهره نيابه عن جار الصالون ونيابه عن مصطفى وشعراء مصطفى على مشاركتك في الجمهوريه. الزهره الجميله دي للبطل الابطال عبد الجواد محمد. برضه الاعلامي الكبير منصور شاهين، الأستاذ إبراهيم خليل طبعا المؤرخ والذي بحث ونكتب عن هؤلاء الأبطال. هو في بقى يعني زوجة الأستاذ فتحي شلبي معانا، فاحنا لازم زوجة فتحي شلبي وكل اللي يجي معانا زهرة أخيرة نهديها لمين؟ أنا شخصيا أهديها لكل شهداء حرب أكتوبر، يعني بس أسمحكم لها بدقيقة حداد على وهي حصل عليها في آخر عملية عبور خلف خطوط العدو في حرب الاستنزاف، اللي فقد فيها ساقيه الغاليتين، وفقد فيها أحد ذراعيه، وفقد فيها أحد عينيه الرائعتين. أنا يعني عاوز أسمع القصة دي من الأستاذ عبد الجواد محمد مسعد لتكون هي مسك الختام. بكل احترام. برضه بأكد ان الاستاذ ابراهيم برضه بيجيب لي المواجع يدور على تحت الارض. يعني عايز نفرح باكتوبر بيقول لي هات المواجع من تاني. المواجع والتشريك جميعا ازاي؟ وبعدين نرجع على الموضوع حاجة مهمة للأجيال الجميلة اللي قاعدة. بالنسبة لنا مادة ثرية جدا جدا للوطن. انا حكيت المدرعة وانت في حالك ده المدرعة اللي جبتها بعد ما دخلت اما رجعت انا مكمل، ده مهم جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو يعني احنا يعني عاوز اقرب موضوع حرب الاستنزاف يعني يخش دماغنا ازاي. انا لو جيت مثلا قلت للاستاذ احمد المرتضي ده بعدين الاستاذ الجودة بيقدم لكم اعتذار عن عدم الحضور اهو، بعت لكم رسالة على الموبايل مع طالب اعتذاري واسفي لعدم الحضور. مثلا كلية التجارة مثلا طلع من البيت مباشرة على التجارة علف عدى على مراحل عشان يوصل ابتدائي واعدادي ثانوي. حرب الاستنزاف هي مدرسة اكتوبر، هي مدرسة اللي وصلت لهذا الانتاج العظيم، الناتج العظيم ده. يعني معلش حديهم فكرة يا استاذ عباد معلش معلش يعني بعد هذه الوشاطة احنا حصل خسائر جامدة جدا في الجيش وفي الأسلحة كبيرة جدا. فكل المرحوم أبو العسكرية المصرية سيادة الرئيس أول محمد فوزي أمين فوزي لإعادة ذات قوات المسلحة، وتحت قيادته البطل الشهيد العظيم البطل الباسل الشهيد العظيم سيادة الفريق عبد المنعم رياض تحت قيادته. فكان لابد من العدو ما يقعدش على رأسه، يعني خلوا سينا كده سهلة ده النص الأول. يعني احنا مصريين برضه مش سهلين خالص. لا 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 مش حقنا. لا لا مش هيحصل.
بعض أسلحة لم تمثل الخسائر زي الصحة ما راحش منها ولا فرق في عرض 67 وزي القوات البحرية مثلا يعني. فبدأت القيادة تشتغل على العمل بالصح، وهذا شغلهم الحقيقي حرب العصابات البطولة. صعب. فبعد بعد معركة راس العش اللي حرب عليا هي يعني فعلا ادت ثقة كبيرة جدا للجيش بالكامل، حتى الناس اللي مش على العساكر المدنيين رجع تبع الطاقة. ساعة حرب الاستنزاف بعمليات عبور مكثفة خلف العبور من الصحراء على ان يعاد بناء القوات الجوية والمدفعية والمدرعات لسه بيعد لهم ازاي. 67 68 69 70 اللي هم بتاعهم 3 سنين وشهر و7 ايام حرب الاستنزاف. شال الحمل الاول في اوله الصحراء لان مش الهند هي رجعتها قوات الصحراء، وهو شغلهم الحقيقي حرب العصابات، شغلهم الحقيقي اصلا. وكان الشرف ان اقول من يعني كنت الشرف العظيم انتمي لهذه الفئه، انتمي لهذه الفئه العظيمه. بدات حرب الاستنزاف بالعمليات العبور بخطف اسرى تدمير مدرعات، بخطف اسلحه، بخطف صواريخ. عاوزين الخرائط بتاعه الموقع الفلاني من عندي يا فندم حاضر. كنا يعني شوف وصلنا فين؟ الموقع الفلاني عاوزين خرايطه مش نجيب عسكري. انت قصدي يعني ايه؟ كنت الموقع ده كنت من جوه نعمل غاره على الموقع ويضوها معلقه وتشيل الخدمه من فيها كلها. شو الاصابات بقى؟ لغايه ما اعاده القوات الجويه تمت والقوات المدفعيه كله بدا حرب الاستنزاف بقى تبدا كله يشتغل. وساعدونا يعني شالوا الحمل فعلا كان ضغط هنا جامد جدا يعني. بدا الطيران يشتغل والبحريه تشتغل والمدرعات تشتغل وكله بدا يضرب. بس بدايتها معركة راس العش، معركة صغيرة كده. وبرضه كنت بقول للأخ الفاضل الأستاذ منصور مساء الخير جميعا وكل عام وانتم بخير. طبعا شكرا للأستاذ رفعت على القعدة الجميلة والجلسة الجميلة بصحبة أهل الشعر وأهل الفكر في المكان المحترم لأصحابه. طبعا حرب اكتوبر لما تجمعنا كلنا يبقى اكيد كلنا بنحب المناسبه اللي جمعت فيها روح الشعب المصري على كلمه واحده اللي هي العبور وعوده. اولا لما تفضل الاستاذ المرصفي وقال ان تم انشاء قياده او اداره في القوات المسلحه اللي هي اداره الشؤون المعنويه لتعبئه الجيش المصري، او بمعنى اصح ازاي انها تقدر تحمس الجنود بعد ما قامتش حرب 67 او ما كانتش حرب بمعنى اصح، لان ما كانش في حرب. صدر القرار بالعوده او بالرجوع للخلف، وده كان قصه طويله احنا طبعا في غنى ان احنا نسمعها، لكن نسمع ازاي قامت حرب اكتوبر وليه بالتحديد اختاروا يوم 6 اكتوبر. يوم 6 اكتوبر كان مناسبة مهمة جدا عند اليهود، بيقال انه عيد الغفران او عيد كيبور، وده تم التخطيط ليه مسبقا من رجال المخابرات. قدروا يعرفوا ازاي الشارع والبيت واي مكان في اسرائيل مفيش فيه حركة في اليوم ده ولا عجلة، حد بيركب عجلة مش في الشارع، مفيش سيارة، مفيش وسيلة مناسبة. البلد كلها بتبقى في حالة سكون وكله بيسكن في بيته وما بيخرجش. ده الاحتفال بعيد الغفران او العيد المقدس عند اليهود اللي هو عيد كيبور. اليوم ده وافق يوم 6 اكتوبر في مصر. استطاع رجال القوات المسلحة بتخطيطهم بقيادة الرئيس أنور السادات، وكان بيسبقوا في الفترة دي التخطيط من الرئيس جمال عبد الناصر اللي هو وفاته المنية قبل استكمال المسيرة. الرئيس أنور السادات والقادة طبعا ده جاب الرئيس أنور السادات جاب المشير أحمد إسماعيل بعد ما كان طلع من الجيش خالص، استدعاه ورجعه قائد أو وزير الحربية في ذلك الوقت، وتم الاجتماع بالقادة لتحديد يوم معين يكون فيه اليهود مستكينين في بيتهم، أو بمعنى الأصح
انه يختار يوم مقدس عند اليهود، يبقى في نفس الوقت ازاي اقتنص الفرصة ان الجيش الاسرائيلي بيحتفل بعيد عندهم، ان اهل فلسطين بمعنى الاصح ان هم الاسرائيليين المغتصبين في فلسطين عايشين في بيوتهم، مفيش حركة، مفيش اي اشارة انهم ممكن يعرفوا ان ممكن الجيش المصري هينقض عليهم، وتبقى مغامرة ان نفوز بيها بالضربة الاولانية في 6 ساعات اللي بيها الطيران بيخش يدمر القيادة الإسرائيلية، الطيران الإسرائيلي في مطاراته، القيادة الحصينة اللي هي في عيون موسى أهم قيادة موجودة للجيش الإسرائيلي، ويعبر بيها من خلال الآتي. زي ما تفضل الأساتذة وقالوا، تم عبور رجال من قوات الصاعقة والقوات اللي هي خاصة إنها إزاي تقفل أنابيب النابالم في اللي هي موجودة في قناة السويس، ويتم اختيار 11 منطقة. في ال 11 منطقة دول يقوم سلاح المهندسين بعمل 11 كوبري علشان يبقى العبور في وقت واحد للضفة الشرقية. طبعا كان عدد الكباري زي ما قلت لحضراتكم 11 كوبري، وطبعا في الوقت ده كان الإعلام المصري إعلام حقيقي بينقل الحدث الحقيقي اللي حصل لحرب أكتوبر، مش زي ما حصل في 67 كان إعلام مزيف. كانت بتنقل الأخبار يعني أو البيانات العسكرية من المراسلين المتفق عليهم من جريدة الأهرام وجريدة الأخبار وجريدة الجمهورية، وبالتحديد المراسل العسكري اللي خاص بالإذاعة السيد حمدي الكنيسي. تم تجهيز دول بالفعل عشان ينقلوا الخبر الحقيقي اللي ينقل للناس مباشرة من الجبهة للراديو، وتجهيز محطة إذاعة بالضبط في منطقة الزقازيق اللي كانت بتبقى همزة وصل ما بين الإذاعة المصرية والإذاعة الفرعية اللي موجودة بالتحديد في منطقة تل بسطة الأثرية عشان تنقل للإذاعة المصرية. وده اللي حصل بالفعل. طبعا قامت الحرب وحصل مشكلتين أساسيتين بعد استمرار الحرب لحد يوم 21، وجت منطقة الثغرة. هذه المنطقة اللي كان ممكن في نفس الوقت مصر تعدي لولا الخلاف ده بوجود أمريكا إن هي اللي تولت الحرب فعلا وقامت بإمداد إسرائيل مباشرة بالإمداد العسكري بكافة الأسلحة الحديثة المتطورة، وكانت الحرب بتنقل عن طريق الأقمار الصناعية مباشرة في ذلك الوقت. كان لازم الرئيس السادات في الوقت ده طبعا يتخذ إجراء، لأن لو احنا كملنا كانت هتبقى الحرب مباشرة ما بين مصر وما بين أمريكا، فاتخذ قرار بوقف الحرب ومحاصرة منطقة الديفرسوار اللي كان فيها الثغرة، علشان في نفس الوقت ان انا اقدر ما ابقاش اجابه او اواجه امريكا بالتحديد في وقت واحد، لان مصر في الوقت ده والعرب على فكرة ما كانش هيقدر يتم مجابهة امريكا، لان كان ممكن في الوقت ده يتم استخدام السلاح النووي، وده اللي بالفعل كان بيتم التجهيز ليه من خلال موافقة امريكا على استخدام اسرائيل لهذا، لان كان لا محال ان ممكن اسرائيل تسيب سيناء بشكل او باخر، لان بالنسبه لهم سيناء موقع استراتيجي، وفي نفس الوقت هم الفلسطينيين كل وقت ما بين وقت واخر بيسببوا لهم ازمه، فما يقدروش يسيبوا سيناء، لان المنفذ الوحيد اللي في نفس الوقت بيطوق كل منطقة فلسطين، وفي نفس الوقت الأمن القومي المصري كان مهدد في الفترة دي. يعمل إيه رئيس السادات؟ يعني يا ريت حد شغال اول بالثغره، يعني ايه حاجه الثغره؟ ما ده راجل عسكري. اقول لك انا رؤيه اعلاميه لك عليها، رؤيه اعلاميه. انا راجل عسكري وبعدين اعلاميه تعميليه مباشرة لما حدث من 6 أكتوبر على فكرة لحد الاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. كان لازم الرئيس السادات على فكرة يتبع بقادة الجيش
ويتم هنا وقف إطلاق النار، وفعلا وقف ولكن من جانب واحد فقط. الدول العربية رفضت، وحصل أزمة جوه الجيش المصري، والفريق بتاع الدين الشاذلي ساب الجيش ومشي واستقال، وجه المشير كان في الوقت ده هذا جمطي، المشير محمد عبد الغني جمطي جه في الوقت ده وتولى فعلا القيادة. لما استقال الفريق الشاذلي حصلت أزمة كبيرة جدا جوه الجيش. المشير الجمطي قدر يلم الموضوع علشان قيادات الجيش والوحدات العسكرية في الجيش ما يحسوش بأزمة جوه الجيش. بدأت المفاوضات بين مصر وإسرائيل على إنهم تنسحب إسرائيل وما يتمش ضرب الثغرة من خلال الجيش المصري، لأن لو تم تصفية الثغرة إحنا هتجابينا تاني زي ما قلت لحضراتكم أمريكا. بدأت المفاوضات في منطقة الإسماعيلية، وطبعا العرب رفضوا كلهم الجلوس مع مصر، واستطاع الرئيس السادات انه يكمل المسيرة للاتفاق على بداية انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل من سيناء. طبعا في الفترة دي لما حصل سلام مع إسرائيل، المفروض طبعا هنا احنا كإعلام نستثمر فترة حرب اكتوبر والبطولات اللي قامت من خلال جنود وضباط وقادة الجيش، ويتم عمل يا فيلم يا مسلسل يؤكد للجيل اللي موجود وحضراتكم واحنا ان اللي حصل ده البطولات دي كانت بطولات واقعية مش مجرد كلام على ورق. للأسف الإعلام المصري لليوم لم يتم عمل برنامج أو مسلسل أو فيلم نهائي يؤكد بطولات القادة أو الضباط أو الجنود بتوع حرب 73. ده لأسباب عديدة. أولا مفيش كاتب جه وكتب موضوع صح فعلا من واقع البطولات الموجودة المسجلة في شؤون معنوية القوات المسلحة وفي إدارة المخابرات العسكرية. طبعا دي فيها سجلات وفيها حاجات. أولا الجيش رفض برضه يطلع بعض الخطط العسكرية اللي تم استخدامها في حرب 73، لأن دي حاجات ما تقدرش الجيش ممكن يطلعها بعد أكثر من 50 سنة مر على 50 سنة، ودي ظروف طبعا ما ينفعش يقدروا من خلالها يكتب الكتاب وقائع أساسية إلا من خلال أصحاب البطولات نفسهم، هم اللي يتكلموا وهم اللي يقولوا. في نفس الوقت طبعا الموضوع أي فيلم أو مسلسل عن حرب اكتوبر مكلف جدا، كلف من خلال هيستخدم أسلحة، هيستخدم معدات، هيستخدم أماكن، هيستخدم فيها كومبارس أعداد كبيرة جدا، وده مكلف. وإحنا في مصر اقتصاديا النهاردة كلنا السكة حاسين مش لاقيين إيه، عايزين العيش شكله إيه بالبلد. ففشل الإعلام المصري إنه يجسد حرب أكتوبر في مسلسل أو فيلم، وكل ما ينقل حاجات بسيطة أو عايز أقول مقتطفات من خلال استضافة بعض رجال القوات المسلحة الجنود أو الأبطال اللي شاركوا في حرب 73. معلش حضرتك برضه احنا عندنا سؤال مباشر. أنا سعيد إن أنا طبعا انا عن نفسي ممكن يقول ناس تماما يعني جهوده وفكره وتجاربه معينه. احنا طبعا انتصرنا والعالم كله عارف ان احنا انتصار صح بيعتبر عشان في حتى من اول كلام حضرتك انتصار صح. طب ليه العالم وبالذات العالم العربي يقلل من جهود الانتصار ده وبس تجاوبني الصدق؟ لان كل العرب حقيقي قالوا ما ده كلام عملوا ولا حاجه. هقول لحضرتك على حاجه. هو السؤال اللي كنت عايز اساله بعدين حضرتك، هل اذا ما كانش فيه كامب ديفيد كنا وصلنا الى ما نحن فيه؟ شكرا لك. سؤالك عظيم والله كويس. جاوب على السؤال. انا شايف جاوب على السؤال. انا عن نفس الاثنين بيخدموا رؤيه واحده في الاخر من المنطقه الثلاث. ايه هي بقى الرؤيه اللي انت تقصدها؟ ماشي احنا استعدنا ارضنا ببلاش ونكمل جميل. استعدنا ارضنا ببلاش. لا بس مش ببلاش، استعدنا ارضنا بدماء
بدماء القادة، بدماء اخواتنا. لا مش رؤية العرب، اسمح لي، مصر الوحيدة في العالم العربي اللي شالت العالم العربي من المستنقع وخلتهم النهارده اصحاب ثروات، اصحاب جاه، ولولا البترول ما كانوش لهم لازمه. هم فكروهم كده يا صديقي الغالي، ليه ياسر عرفات بيعمل ده؟ انا هرد عليك، هرد عليك. اجتمعوا العرب يا أساتذة، اجتمعوا العرب في بغداد، وعملوا حلف يطلق عليه حلف بغداد لمقاطعة مصر علشان انها معلش عملت سلام مع اسرائيل. مصر عملت سلام ليه؟ اولا تعالى اقول لسيادتك على حاجة، السلام اللي حصل مع اسرائيل هذا سلام حقيقي بينك وبين اسرائيل، ان النهاردة ممكن بالنسبة لك انت وهم تسمح لهم ياخدوا مخدراتك زي ما بياخدوا الغاز ببلاش من الحكومة من عندنا. السلام بالسلام، الشعب بيرفض السلام ده. انا يهمنا استعادة الارض، اسمحوا لي العرض، نعود للتجربة الدرامية حول الصور، وبعدين نعدكم بندوة خاصة ده دي مصريين نفسهم بيشاركوا في حرب اكتوبر، مصريين نفسهم بيشاركوا في حرب اكتوبر. نرجع ليه تمام. لأن نعود للخط الدرامي. المصري اللي يشكك في حرب اكتوبر لسه ما عرفش، ما عندوش خلفيه عن اي حاجه، بدليل هذا واحد معلش اسمح لي حرب اكتوبر قدرت رجليه ودراعه. اللي يشكك ده ما يعرفش حاجه، وخلي اللي يشكك في مساله السلام برضه ما عنده افق ضيق. النهارده الفلسطينيين، انا اسف، الفلسطينيين واللبنانيين النهارده والسوريين، السوريين استعادوا حاجه من عندهم. الفلسطينيين فين النهارده؟ اللي رفضوا يجوا يقعدوا على فكره في فندق مينا هاوس، في فندق مينا هاوس والكرسي كان فاضي. الناس اللي عاملها واحد اسمح لي ده كلام الشيخ ايه مع اذن عليك. أنا مدرس جميل، انت صاحب فكر، بتأدي فكر الطلبة، بتعلم طلبة. التاريخ بيؤكد بالناس دي ان الكلام اللي سعادتك بتقوله فوق دماغي لكن مش سليم. اهو الناس دي نماذج من الموضوع، هذه النماذج هي القدوة. شكرا ليك. اتفضل يا جماعه المره الجايه هجيب برنامج الرعايه والتوجيه مكتوب. انا هنا صالون ثقافي ما هواش للنقاش يا جماعه. عايزين نعملوا ندوه عن الدبلوماسية وحرب اكتوبر والثغره، نعمل لكم ندوه ونجيب المختصين. انا جايب راجل في الاعلام عشان يتكلم عن نعود الى الشاعر والشاعر الكبير محمد عبد الوهاب. ما تيجي بقى نرتب الموسيقى ببعض الحي. وكان مسك ابتسام ايضا مع البطل فتحي الشلبي، وكان مسك ابتسام مع البطل المؤرخ ابراهيم خليل، وكان مسك حط قدامها هم في أذهاننا كأبطال لا ننساهم أبدا، لكن ما نقدمه من حقوق الآن لكي يسألوننا هم، يعني نقدم لهم هذه الحروف المتواضعة لكي نظل نحن في ذكراهم في الأيام أو في سنوات قادمات بإذن الله. كما تعودنا مع ضيوفنا الأكابر نقدم لهم بعض حروف التكريم. اسمحوا لي أن أقرأ واحدة منهم وهم الأربعة زي بعض إن شاء الله. شهادة تقدير من منطلق الفخر والوفاء تتقدم أسرة الصالون الثقافي بالمصطفى إلى الأستاذ البطل عبد الجواد محمد مسعد يقال قدمه من فيوضات أدبية وفنية، واحنا ضفنا على الشهادة وعسكرية صارت علامة مضيئة
على جبين الثقافة العربية والبطولات العربية. اسمحوا لي أن أقدم هذه الشهادة المتواضعة حتى لا ينسونهم. لا ابدا، مين يسافر رفعت؟ مش ممكن عايز يسافر والله، شكلي كده بقى. بترتيب الجلوس نفس الشهادة بنقدمها للأستاذ المؤرخ حرب أكتوبر، لقد أطلقت عليه هذا اللقب. هو كان من المؤرخين الشبان الذين سوف يكون لهم باع طويل في التاريخ العسكري في فترات قادمة بإذن الله. بيسعدنا نوديها للبطل المؤرخ إبراهيم خليل. بطل ايضا فتحي شلبي. اسمحوا لي ان الاستاذ سرحان بقى رئيسنا المركز يقدمها. ونفس الشهاده ايضا بنقدمها للاعلامي الكبير منصور شربيني، وبرضه الاستاذ طارق عمران هيقدمها. برضه شعار الصالون وعملنا كده شعار عظيم، شرف عظيم كده على الجاكيت. والله العظيم شرف عظيم والله. والله العظيم يا عادل يا عادل، الصالون رفع في المنطقه. قسم بالله يا عادل انا ما خدتهاش. لو الصالون منطقه يعتبر زي ساعه حسن مبارك وجماعه مصر. لا عادل زيهم والله، يعني من كل حياه. لا برضه بنفس ترتيب الجلوس الاستاذ ابراهيم خليل لا يقل بطولة عنه. برضه الاستاذ البطل فتحي شلبي. برضه الاستاذ سامي سرحان برضه. شكرا. الاستاذ الاعلامي الكبير منصور شاهين. اسمحوا لي ان واحد من بتوع من اهل مصطفى بقى يقدموا الاستاذ محمد باشا. كل عام وانتم طيب. خلصت.